طيب يا شباب، نركز مع بعض كده ان شاء الله نحل النهارده امتحان ايه؟ 2024. بص يا باشا، اول مسألة عندنا بيقول لك ايه؟ ترك جسم كتلته كاف، تمام، ليتحرك من السكون من قمة مستوى املس طوله لام. يعني بيقول لك خلي بالك كده، انت وضح لك ان في المسألة دي ان طول المستوى، نضيف قلم كمان بس لونه ازرق كمان معانا، هات يعمل اللون الازرق دوت. وضح لك في المسألة كده ان طول المستوى اللي عندك دوت لام، يعني طول الحتة دي كلها كده لام. طيب، الجسم ده هو بيتحرك، تعالى نرسم ايه القوة اللي بتأثر عليه. حضرتك بكل بساطة، هو في ايه القوة اللي هنا؟ تتوقع قوة ايه؟ القوة اللي هنا يا شباب هي ايه؟ هي كاف دال جاهي. فهنا ببساطة كده نكتب كاف، صغر بس Recording in progress. عندي كاف دال جاهي. تمام، حلو. طيب، من السكون من قمة مستوى أملس. أملس دي يعني ما فيش مقاومة، يميل على الأفق بزاوية جيبها 1/10. يبقى سمي الزاوية ديت ايه؟ بيقول لك إن أول معلومة عندك إن جاهي بكام؟ بتساوي 1/10. تمام. طيب، ويميل على المستوى بزاوية كذا إذا كانت سرعة هذا الجسم عندما يصل إلى قاعدة المستوى تساوي كام؟ تساوي 7/10. يعني بيقول لك السرعة بتاعته لما يبقى عند آخر نقطة، اللي هي النقطة اللي هنا ديت، آخر نقطة دي سميها مثلا نقطة 2. فهنا العين عند 2 بكام؟ بتساوي 7 متر على الثانية. طب واحدة واحدة. طب السرعة عند واحد، وبقول لك بدأ من السكون، فالعين عند واحد بتساوي، بتساوي صفر. طيب حلو. مسألة زي كده ايه انسب حاجة لحلها يا شباب؟ ايه انسب حاجة احلها بيها؟ مبدأ شغل وطاقة. انا على طول قلت لك، اول ما تلاقي سرعة متغيرة او سرعتين اتغيروا ما بينهم ازاحة، يبقى انت تتعامل بمبدأ شغل وطاقة. طيب، مبدأ شغل وطاقة بيقول لك ايه؟ القوة في الازاحة. طب القوة اللي بتأثر على الجسم مع الحركة موجب، عكس الحركة سالب. القوة الوحيدة اللي بتأثر على الجسم كاف د جاهي. فببساطة تقول كاف د جاهي في الفه. الفه دي اللي هي ايه؟ طول المستوى اللي هو مسميها عنده لام. تمام، في قلب المسألة. طيب، فحضرتك هتقول بيساوي الناحية التانية طه 2 ناقص طه 1. معلش، حد يقدر يقول لي طه 1 بكام؟ بصفر. ان احنا قلنا اذا كانت السرعة بصفر فان الطاقة هي كمان بايه؟ بصفر. طب حلو قوي، فكده طه 1 دي ايه؟ بصفر. طب طه 2 لا مش بصفر، طه 2 هتساوي نص كاف في عين 2 تربيع ناقص صفر. خلاص ما تكتبش الطاء التاني، طير الكاف مع الكاف. المسألة اتحلت. الدال 9.8 في الجاي اتحلت في قانون واحد. عشان كده بقول لك مبدأ الشغل الطاقة مهم جدا. في الفي بكام يا شباب؟ اللي هو لام اللي هو عايزها، بيساوي النص في العين تربيع اللي هي 7 تربيع. طبعا اللام هي المجهول الوحيد في المسألة ديت، على طول بقى على الآلة. هقول لك بقى دلوقتي هيحور فيها ازاي، لو جاب المسألة دي هيشقلبها لك ازاي في قلب الامتحان. يعني نقدر نقول 9، هنقول الرقم اللي هناك ده اللي هو نص في 7 تربيع على على الجزء اللي ده، على الجزء اللي هناك دوت. يوسف رمضان معايا في اللايف؟ 25. يوسف او زياد، اي حد، لو حد منكم معايا ياكد عليا، يفتح المايك بس ياكد عليا ان يكون بعت للطلاب بتوع الاونلاين، مكثف اونلاين. معاك يا هندسة، بعت لهم. بعت لهم بعت لهم اللينك على يعني الجروب. على الجروب. تمام. اه بعت لهم المكثف أهو. تمام، فكده طلعت 25 متر. طب تعالى اقول لك بقى ممكن نلعب في المساله دي زي دي ازاي. مش ممكن يقول لك المره الجايه مش عايز طول المستوى، يقول لك عايز ارتفاع المستوى. فلما يقول لك عايز ارتفاع المستوى، هتقول طول مبدا الشغل والطاقه بيساوي الضاد واحد ناقص ضاد اتنين. ايه ده يا عم؟ ليه هو مش طاقه؟ كان طه اتنين ناقص طه واحد. اه يا حبيبي، بس خلي بالك ان الدلتا طه بيساوي سالب الدلتا ضاد. تمام، فتلاقي ان طه 2 ناقص طه 1 دي بتساوي ضاد 1 ناقص ضاد 2. عشان ده هتحط هنا ضاد 2 ناقص ضاد 1 والسالب هيدخل يضرب جوه هيديك الشكل ده. وده كلام طبعا احنا قلنا ايه في الشرح في المحاضرات. فلا، لما تعوض هتسيب الطرف اليمين ده زي ما هو، الطرف الشمال بقى هتخليه ايه؟ هتخليه بقى ايه؟ بقانون الضاد اللي هو كاف ده لام ايه واحد. هتلاقي ان ضاد 2 دي هي اللي بصفر، لان هنا مفيش ارتفاع عن سطح الارض، لان الضاد قانونها كاف د لام. وصلت؟ ممكن لا معاك في كده، ممكن تلاقي نفسك استخدمت الشكل التاني من ايه؟ من مبدأ الشغل والطاقة.
طيب فخلي بالك يعني مساله سهله. تعال نشوف المساله اللي بعد كده. بيقول لك قوتان متوازيتان صغراهم 30، الصغرى منهم 30، وتؤثر في طرف ألف من قضيب خفيف اسمه ألف ب. طيب والكبرى تؤثر في الطرف ب. طب كده القوتين دول دي قوة متوازية مع بعض ولا عكس بعض؟ عرفت انها قوة متوازية من أول كلمة قالها لك. طب القوتين دول هل مع بعض هل عكس بعض؟ أنا لسه ما أعرفش. بيقول لك كانت المحصلة ب 10، المسألة دي بقى لها 10 سنين بتتكرر. يا جدعان لما تلاقي ان المحصله اصغر من قوه يبقى دي اكيد جايه من طرح، يبقى كده القوتين عكس بعض. لان القوه الصغيره 30 والمحصله اصغر تبقى الكبيره كانت 40. فواحده واحده كده. يبقى انا الصغيره 30 اهي، وادي الكبيره 40، وادي اسمه ايه؟ الف ب. طول القضيب اللي هي الحته دي كده طول القضيب اهي اللي انا علمت عليها دي. طيب ويبقى المحصله هتاثر ناحيتين، ناحيه ب، وقيمتها ب 10. طيب واحده واحده عايز يقول لك ويبعد خط عملها عن الطرف ب 90. هي ايه دي المحصله. بيقول لك المحصله اللي هي ب 10 دي بتبعد عن الطرف ب 90. طب واحده واحده تمام. بيقول لك فما طول القضيب سميه لام. قوه في بعدها بيساوي قوه في بعدها. هتقول القوه الاولى 30، بعدها لحد المحصله لام زائد 90، بيساوي القوه الثانيه 40، بعدها لحد المحصله 90، هيساوي 40 في 90. طب طلع لي من هنا اللام بقى، يعني شيفت سولف على الآلة. احسب اللام. اللام هتطلع لك بكام؟ ب 30. هي المسألة دي حفظناها اصلا قراءة 100 مرة في قلب الامتحانات. طيب تعال نشوف اللي بعد كده. بيقول لك وضعت اربع كتل متساوية عند ايه؟ وضعت اربع كتل متساوية عند رؤوس الف ب ج د لمربع طول ضلعه كام؟ 80. طيب ثم اضيفت الكتلة الخامسة مساوية لها. الكتلة خمسة اتضافت عند ايه؟ عند المركز. يعني انت عندك اربع كتل قد بعض، وده مربع، بس المربع ذات نفسه هو فراغ ملوش كتله يعني. ما قالكش، لو قال لك صفيحه كان يبقى المربع ليه كتله. بيقول لك اذا رفعت الكتله الموجوده عند الف عين مقدار بعد المركز ثقل عن ايه؟ عن الف د. طيب بص بقى هنا. يعني انا عايز اعمل ليه ما عملتش السطور ديت افضل؟ صح كده ولا ايه؟ اه السطور افضل. ماشي. طيب بص هنا بقى، عشان احنا ممكن احنا اول حاجه، انت اول حاجه كحد مثلا طبيعي يقوم جاي اعمل ايه؟ محاور. هعمل ادي محور اولاني، وادي وادي محور تاني. ماشي. طبعا في الحقيقة انت ممكن تحل كروك، يعني مش تقعد تبطل على نفسك كده. بيقول لك انت عندك مستطيل ولا مربع؟ وضعت اربع قطر متساوية عند رؤوس مربع. تمام هات يا عم مربع. ادي مربع اهو. اهو ادي مربع. حطينا ايه؟ حطينا اربع قطر. طب تعالى بقى نسمي الحروف بتاعته. نسميه الف ب ج د. وبيقول لك الكتله ايه؟ بيقول لك اللي اترفعت ايه ده اذا رفعت الكتله عند الف. طب والله طبعا هنخلي الف هنا البدايه بقى. الف ب ج د. طب واحده واحده بقى كده. دلوقتي بيقول لك اربع كتل متساويه، ممكن تحطهم كاف كاف كاف، بس انا عن نفسي افضل احطهم واحد واحد واحد. عشان ايه؟ كده كده الكافات هتطير مع بعضها. حط هنا كتله واحد، حط هنا كتله واحد، حط هنا كتله واحد، حط هنا كتله واحد. تمام. طيب بيقول لك ايه؟ ثم اضيفت كتله خمسه مساويه لهم عند المركز. يعني في النص كتله خمسه. يعني هي مش كتله قيمتها خمسه، هي خمس كتله يعني. تمام. فهنا في كتله واحد كمان قدهم. دي الكتله اللي هي الخمسه، سميها عند النقطه دي مثلا هي. طيب بيقول لك ايه؟ اذا رفعت الكتله الموجوده عند الف فالمفروض تعمل ديليت لالف ديت. اهي يعني مثلا تيجي عند الف دي تعمل لها ديليت وتحل على كده. بس كده الجدول هيبقى مكون من كام خانه؟ واحد اتنين تلاته اربعه. صح صح هيطلع لك ناتج صح 100%. هيطلع لك ناتج صح. بس انا ممكن اعمل حركه اذكى. ايه الحركه الاذكى دي؟ هقول لك. يعني انت ممكن تحلها كده اهو. تشتغل وتقول بقى ايه الكتل الف، هتقول ما فيش عند الف طبعا، هتشتغل بب وج ودال وه وتجيب ايه؟ المركز بتاعهم. بس انا ممكن اعمل حركه اذكى. مش الكتل دي يا رجاله قد بعضها؟ صح الكتل قد بعضها ومتوزعين بتساوي. تمام. معنى كده ان الشكل ده فيه سيمتري. معنى كده ان انت ممكن تمسحهم كلهم اصلا.
لما يكون جميع الحاجه قد بعضها كده، فانا ممكن اقوم جاي ايه، بص ماسك كل دوت. دي حركه كده ذكاء تختصر عليك حل. ونقول بقى انا عارف مركز ثقل كل دول من غير ما احل هم خمسه. ده قبل ما اشيل، لان بص متوزع على الاربع حروف كله قد بعضه. فهم اكيد وواحده في النص خمسه، فهنا واحد واحد واحد، فاكيد هيبقوا كام؟ فاكيد هيبقى لنا كلهم مجموعهم خمسه، وما كانوا بقى في النص بالظبط لانهم متوزعين بانتظام. تمام، فانا كده اختصرت على نفسي حته. طب بس خلي بالك، هو قال لك انا رفعت الكتله اللي موجوده عند الف، فدي الف ودي ب. طيب فتحط عند الف سالب واحد تحلها كتله سالبه. دي طريقه اذكى. ليه بقى؟ دي بقى بص خانتها اروق بكتير، خانتين بس. اول خانه هنا كانت عندنا ليه؟ النقطه. تاني خانة الكتلة. اه، وبعد كده س وصاد، مش هتضطر تحسب الاثنين. هو عايز البعد من الف د، يعني بعد مركز الثقل مثلا من الف د. يعني الحتة دي، طب الحتة دي ايه؟ دي س، لان ده محور س. صح؟ يعني الحتة اللي هو عايزها دي س بس. طيب فاحسب له انا محتاج السين بس. طب لو لك عايز البعد مثلا من الف ب، يبقى محتاج الصاد. وصلت؟ طيب النقطة يا شباب ما عنديش بقى غير اتنين، ه والف. عندي ه خمسة، عندي الف سالب واحد، دي اذكى بكتير. طيب اللي عندي الف بعدها في السين صفر. طب التانية دي بعدها قد ايه؟ ما طول، هل طول ده معاك او مدولك 80؟ لو مش مدولك افرض الطول واحد، عادي مش هتفرق، هتتحل برضو معاك. طب هو مدولك 80، خلاص يبقى ال 80 ديت هي عبارة عن ايه بقى؟ هتقول 40، لان نقطة ه بتبعد كمركز ثقل النص. طيب مركز ثقل بقى المجموعة دي كلها كام؟ خلاص الموضوع خلص. هتقول لي السين ميم هيساوي، يلا خمسة في، فاكرين القانون؟ خمسة في 40 ناقص واحد في صفر، طبعا هيبقى بصفر، على خمسة ناقص واحد يبقى أربعة. طيب هتبقى أربعة تحت أربعة على 40 تديك 10، 10 في خمسة ب50. طب خلي بالك بقى، يبقى كده المركز الثقل ده بعد من ألف د 50. ده جت السنه اللي فاتت. عارف السنه دي هيجي لك ايه؟ يقول لك اوجد البعد من ب ج. فممكن حضرتك لو اخترت 50 غلط، لان البعد من ب ج يا حبيبي 30. يعني هو كان ممكن يلغي الاخير ويقول لي انا عايز البعد من ب ج، فما تتسرعش في الاختيارات بالاخص في مسائل مركز الثقل. طب المساله دي ده اختصارها احسن كحل يعني. طيب تعال نشوف اللي بعد كده. اه المساله دي برضو من ضمن الحاجات اللي بتتكرر كتير قوي. الف ب، زياد رافع ايديه. معاك يا زياد. ها. ممكن نقبل بس الطلبة هندسة؟ ماشي، على فكره انا قابلت معظم الناس، كل ما فيش حد دلوقتي اصلا موجود. بص تمام ماشي. قبلت. انا مش عارف لو اديتك الهوست هل التسجيل هيقف، بس الشير في سكرين الغالب هتقف. اه. في تمام الغالب اه، خلاص مش مشكلة عادي، مش مشكلة. خلاص. افتح، بص انت عادي، انت افتح المايك في اي وقت تقول لي لو في طلبه او حاجه. بس انا قبلت الناس، ما فيش حد حتى بعد دلوقتي. بص انت تمام السكرين تمام. باينه كده صح؟ يا ابني انا اسمك احمد اللي عمال تكتب، هطلعك بره اللايف على فكره. فين؟ بص اهو مفيش حد، يعني لو في حد هيظهر لي هنا. طيب بيقول لك الف ب قضيب غير منتظم. اه المسائل بتتكرر كتير قوي، وانا حليتها بالنسبه للناس بتاعت الاونلاين، حليتها في الفيديو بالنسبه للناس بتاعت السنتر، حليتها كتير ونبهت عليها كتير في المراجعه، قلت بتتكرر كتير. بيقول لك الف ب قضيب غير منتظم، طوله كام؟ طوله 120 سم. حلو، اذا ثبت عند طرفيه ب ثقل قدره ايه؟ واحد، وعلق من الطرف الف ثقل قدره 16، يبقى احنا ممكن نسمي القضيب ده، دي مساله بتاعت الحالتين، ادي الف ب. بيقول لك حطينا عند ب وزن واحد، حطينا عند الف وزن كام؟ وزن 16. حلو. طيب بيقول لك فإن القضيب يتزن في حالة في الحالة ديت يعني، يتزن لما علقه من ايه؟ من نقطة تبعد 30 سم من ألف. ماشي، فهنا يبقى في ش واحد. حلو قوي. طيب هنا دي مش دعامة، يعني المسألة اللي أنا واخدها منها الكوبي كانت دعامة، خلاص فهنا في شد الأول. حلو قوي. النقطة دي قد ايه بقى؟ 30 سم. طيب الحتة ديت قد ايه؟ معرفش، لأن دي الوزن ده غير منتظم، وزنه مش في النص. تمام. ماشي، لما دي تكون 30 تبقى اللي باقية كام؟ فالباقية 90. طيب الوزن اللي هنا كام يا شباب؟ ها، الوزن اللي هنا واو على بعد اسمه س، ما اعرفوش. طب ليه ما فرضتش س هنا؟ لان المسافه دي هتتحرك، فبفرض من اول نقطه هي السين. طب تعال نشوف الحاله التانيه. بص يا باشا، بيقول لك من الطرف الف، تمام، واذا انقص الثقل عند الطرف الف واصبح 8، يبقى اللي عند الف ما بقاش 16، بقى ايه؟ بقى 8 في الحاله ديت.
طيب حلو، والوزن برضو لسه واو، وبرضو لسه بعده س، لان ده مش هيتغير. تمام، تعال نشوف ايه اللي هيتغير. بص، ما اتكلمش عن الطرف الثاني، يبقى هيفضل واحد. ما قالكش، انا بقول لك انا نقصت بس اللي عند الف. فان القضيب يتزن عند نقطه تبعد 40. يعني شايف ال 30 دي؟ لا، بقت في الحاله الثانيه كام؟ 40. يبقى اللي باقي هنا كام؟ مطلوب القضيب كله كام؟ 120. يبقى اللي باقي هنا 80. طيب، يبقى واحده واحده كده بقى. يبقى دي النقطه الثانيه بتاعت التعليق، دي تاني حاله، نسميها شين 2. طيب حلو قوي. ايه المطلوب بقى؟ دي مساله على فكره، المساله اللي بتطول شويه. أه هقول لكم قانون برضو مختصر ليها. مثلا مضطر، بس هقول لكم قانون ايه مختصر ليها برضو، ايه لو حد مثلا حابب مثلا يعمل اي حاجه، فاقول له قانون يعني مختصر ليها. طيب ثواني يا شباب، خليكم معايا ثانيه. طيب، فواحده واحده كده. فاحنا الفكره بقى ان احنا معانا ايه؟ معانا حالتين، حاله اولى وحاله تانية. يعني معايا الحاله اللي على اليمين، ومعايا الايه؟ الحاله اللي على الشمال. ماشي. فامسك بقى الحاله اللي على اليمين كده. طب سؤال، انا ليه ما سميتش الحته دي س؟ عشان لو كنت سميت ديت س، تمام، لو كنت سميت ديت س، بكل بساطه كانت اللي هنا دي هتبقى اتحركت 10. ما انت سين يعني، انت فرض سين من هنا، فخدت منها 10 اللي بقت على بعد 40، فكانت هتبقى سين ناقص 10. تمام لحد كده؟ طيب، فواحده واحده كده. فاحنا لحد كده الدنيا تمام. فبص بقى، فتعالى هنا معادله واحد، اللي فوق يساوي اللي تحت، فالشين واحد بيساوي 16 وواحد 17 زائد الواو. طب هنا معادله واحد هنا كمان، طلعها، اللي فوق يساوي اللي تحت. الشين 2 بيساوي واو زائد 9، اهو 9 زائد الواو. طيب، طب تعالى بقى معادلة 2، العزم. تمام، ممكن تسمي النقطة دي مثلا د، والنقطة دي مثلا ه. تعالى هنا معادلة 2، قول لي العزم عند د بيساوي صفر. طب وقفت هنا وخدت العزم، يلا. القوة دي بتلف كده، القوة دي بتلف كده، القوة دي بتلف كده. تمام. يلا، يبقى 30 في 16 بس بالسالب مع عقارب الساعة. ماشي، طب بعد كده، طب الحتة دي بعدها قد ايه؟ ها، س ناقص 30. بص، اصلا دي كلها س، فهتشيل منها دي، هيبقى س ناقص 30، مش 30 ناقص س. في ناس بتتلخفن في الحاجات ديت. تمام. فدي هتقول، وهي بتلف بالموجب، بتقول زائد الواو في ايه؟ في س ناقص ال 30. طب حلو، اخر معادله، زائد، او من النقطه ديت لحد الاخر 90، زائد الواحد في ال 90، كل ده بيساوي ايه؟ بيساوي صفر. طب اضرب الواو س، اضرب واو هنا وهنا، فهتبقى واو س ناقص 30 واو بيساوي، هيبقى واو س ناقص 30 واو بيساوي ايه؟ بيساوي، بص بقى، جمع دي ودي وانقلهم من الناحيه التانيه على طول بعكس الاشاره. يعني جمعهم في الطرف ده، والناحيه التانيه ايه؟ وديهم بعكس الاشاره على طول. عشان بقى تبقى ظابط المعادله، هتقول سالب 30 في 16 زائد 90 في واحد، هتفضل 90. ديك الناتج ده. تروح الناحيه التانيه يبقى ب 390. خلي بالك دي معادله مهمه جدا، عشان دي اللي انا هحل بيها مع اللي هتطلع من اللي هناك. طب تعالى برضو هناك هتلاقي نفس الكلام. معادله 2، قول العزم عند ايه؟ عند ايه بيساوي صفر. طيب تعالى واحده واحده. انا واقف عند إيه هنا؟ تمام. ماشي. حضرتك بكل بساطه، بكل بساطه، ده بيلف كده، ده بيلف كده، ده بيلف كده. يلا، اول قوه تبقى سالب 8 في 40. ماشي، زائد الواو. واحده واحده بقى، الحته ديت بعدها قد ايه؟ الحته دي بعدها س ناقص 40 في س ناقص 40. طيب، زائد الواحد في الكام؟ في ال 80، كل ده بيساوي صفر. طب يلا بقى نطلع هنا كده. الواو دي هتضرب هنا وهنا، فيبقى واو س ناقص 40 واو. طيب، بيساوي دوت رقم ودوت رقم، جمعهم وارميهم الناحيه التانيه. تعال نشوف. سالب 8 في 40 زائد 80.
اديتك سالب 240 بس في الطرف اليمين، قدام الناحيه التانيه يبقى 240. طيب انا بقى هحل المعادلتين دول مع بعض. بص، هتحل معادلتين. طب لما تحل معادلتين ايه اللي هيجرى؟ هتطلع لك المجهول الاول اللي هو اسمه واو س على بعض، والمجهول التاني اللي هو اسمه ايه، اللي هو اسمه واو. طيب يلا على الآلة كده على طول. مود ويشن زي ما انتوا عارفين طبعا. واحد، يبقى واحد يساوي سالب 30، يساوي 390، يساوي الناحية التانية واحد يساوي سالب 40، يساوي 240، يساوي، يبقى 840 و15. ال 840 دول يا جدعان هي مش الواو ولا السين، 840 دي هي الواو في السين، وهنا 15. طب لو عايز تجيب السين بقى، هتاخد الواو تعوض بقى هنا، فتقول والله من الاتنين كده يبقى 15 في السين، اللي شلت الواو حطيت قيمتها بيساوي 840. يبقى السين بكام؟ واحدة واحدة كده طلع لي من هنا السين. وده واحد، تقول 840 على ال 15 يبقى كام؟ يبقى 6. يبقى كده دي 56. تعال بقى شوف هو عايز ايه. بص يا باشا، بيقول لك اوجد بعد نقطة تأثير الوزن عن الطرف ألف. يبقى عايز البعد من الطرف ألف اللي هو س، اللي هو كام؟ اللي هو 56 اللي احنا طلعناها دي. كان ممكن على فكرة يطلب ايه؟ كان ممكن يطلب الوزن اللي هو ب 15. طب كان ممكن يجي يطلب حاجة تانية. كان ممكن يقول لك انا عايز رد الفعل في الحالة الأولى أو الشد في الحالة الأولى، فكنت هتعوض في القانون ده الشد الشين واحد اللي هو في أول حالة، تحط دي ب 15 وتطلعها. طب الشد في الحالة التانية تعوض هنا وتطلعها. طيب بص يا باشا، ألف ب ج مثلث متساوي الأضلاع طول ضلعه كذا، مركز ثقله كذا. بيقول لك اقتطف منه المثلث م ب ج، عين بعد مركز ثقل عن ايه؟ عن النقطة ألف. طب تعالى واحدة واحدة، أجيب بس حتة كده من فوق كوبي. بص بقى الامتحان دوت أول كام مسألة مطولة. يعني تخيل النموذج اللي احنا واخدينه ده أول كام مسألة مطولة. معاك يا زياد؟ في حد ما دخلش؟ هو في ناس مستنية كده يا هندسة. طب ليه؟ ما أنا المفروض عادي يبعته وأنا بدخل، يعني بيبعت أنا بدخله. هو مش ظاهر إن في حد في الويت. لا مش ظاهر لي، أنا اللي بيجي لي على طول، لو تاخد بالك. يبقى دي مشكلة عندهم هم، طب أنا هحلها معاهم تمام. تمام اهو، بص واحد ظهر لو عملته على طول. تمام، فاللي بيظهر على طول انا بدخله يعني. آه فبصوا بص يا شباب كده، يعني حاول لو حد بس مش عارف يدخل قول لهم هو هيتسجل، وانا هرفعه لك على الدرايف في ساعتها، يعني هينزل النهارده. وصل لك؟ تمام تمام يعني حتى لو حد مثلا عنده مشكله قول لهم ما تقلقوش هو كده كده هيتسجل. طيب، او انا بسجله تمام. بالفعل يعني. طيب بصوا يا جدعان، ماشي هقول لك قانون مختصر، بس خلي بالك القانون المختصر دوت لو غير حاجه في قلب المساله مش يعني مش هيمشي معاك، فاهم قصدي؟ يعني حته بس القانون المختصر ده هو صح هيحلها لك، هيجيب لك الواو، بس في لو حاجه غيرها مش هيحل معاك. عشان ايه؟ عشان بس ما تبقاش معتمد عليها. بص حد ظهر لي مثلا قبلته على طول. ماشي، بص خلي بالكوا يا شباب عشان احنا هنخرج وهنبعت تاني يعني. ماشي، طب تعالى انا احلها يدوي كده، مش شرط يعني اعمل ارسم محاور. بيقول لك ايه، انت عندك الف ب ج مستطيل طول ضلعه كذا 4 وايه و20. طب مركز ثقله مركز ثقل اقتطع منه المثلث كذا. يعني هو المطلوب ايه؟ ان احنا عندنا دلوقتي مركز ثقل اتقطع منه ايه؟ المثلث. الشاشه ظاهر اسود في اسود، ده عندك انت يعني هل كل الناس ظاهر اسود في اسود؟ دي مشكله عندك. طيب فواحده واحده كده نشوف تمام. فاحنا واحده واحده يا شباب. ال... بكل بساطه كده، ادي ده محور السين ودوت محور الصاد. ماشي، بيقول لك ايه، انت عندك الف مثلث متساوي ايه؟ الاضلاع دي يعني صفيحه. تمام اهو،
ادي مثلث، ما هو ما قالكش صفيحه بس المفروض يعني يوضح لك متساوي ليه. الاضلاع سميه الف ب ج. تمام، حلو قوي. مركز ثقله اسمه ميم. طب لما تكون صفيحه منتظمه، مركز ثقل عند نقطه تلاقي المتوسطات، انتوا عارفين المعلومه ديت. طيب واحده واحده كده. بيقول لك ايه اللي جرى؟ بيقول لك عين بعد مركز ثقل النقطه دي، ويقول لك انا اقتطعت منه الجزء ميم ب ج، يعني قطع الجزء دوت. يبقى دي كتله سالبه على طول. يبقى دي ديت ميم. يعني اللي باقي هو الجزء اللي دوت اتقطع منه اللي تحت. طيب واحده واحده. بيقول لك ده طول ضلعه كام؟ 24. يعني كل ضلع من دول طوله 24 سم. حلو قوي. تقدر تجيب لي دوت بكام؟ احنا عايزين نجيب ده، طول دوت كله. طيب سهله، اللي تحت ده 12، يبقى ده اسم 12 ده متوسط و12. طيب اجيبه ازاي؟ تقوم جاي بس بسيطه، جذر 24 تربيع ناقص 12 تربيع. يطلع لك ايه؟ 12 جذر 3. اهو. فدوت طلع لي طول دوت كله على بعضه ب 12 جذر 3. يعني يسمي مثلا تحت دي د، يبقى طول الالف د كلها ب 12 جذر 3. حلو. يبقى اللي فوق دي تاخد قد ايه من ال 12 جذر 3؟ تاخد تلتين. يعني بص، الحته دي كده هتاخد تلتين. يعني تلتين ده اللي هو كام؟ اللي هو عباره عن 8، لما تضربها في تلتين تبقى 8 جذر 3. والحته اللي تحت 4 جذر 3. حلو قوي. طيب هتعامل بقى ان الشكل ده شكلين. الشكل الاول المثلث ككل كانه كامل، وهنقول ان وزنه 3. ليه قلنا ان وزنه 3؟ لان قلنا الوزن هو المساحه. تمام. طب انت هتعرف مش شرط تحسب لي مساحه الاشكال دي، لان بص مش الشكل ده هو ده هو ده. فلو كله وزنه لو كله مساحته 30، هيبقى اللي تحت ده مساحته 10، لانه متقسم لثلاث اجزاء قد بعض، لان النقطه دي قسمت ثلاث مثلثات قد بعض. تمام. فده كله وزنه 3، والحته اللي اتقطعت هتبقى هنا كده وزنها ايه؟ سالب واحد. هينزل من تلت ده. يعني الحته اللي اتقطعت البعد بتاعها دوت هو عباره عن كام؟ عباره عن اقسم، يعني هي من تلت الاربعه على التلاته، من تلت التلت. فاهم قصدي؟ مش احنا خدنا اللي هي دوت تلت الكبير؟ فده كمان بقى ايه؟ وزنه هينزل من تلته. فهيبقى 4 على التلاتة طولها جذر 3. تمام كده. كده خلاص، كده تحل بقى. يلا يا باشا، مش محتاج المحورين على فكرة. طول أول حاجة هنا ليه؟ النقطة أو الشكل، بعد كده الكتلة، بعد كده ايه؟ اه انت عايز الصاد لان السين ده تماثل يمين زي شمال، فبقى هتحتاج الصاد بس. طيب تعالى اول حاجة. اول حاجة الشكل ككل اللي هو المثلث الكبير، بعد كده ممكن نقول ايه؟ المثلث الصغنطط اللي تحت. الكتلة بتاعت كله 3. طب الكتلة بتاعت الحتة اللي اتقطعت سالب واحد. طب واحدة واحدة. الصاد، الصاد يا شباب، ارتفاع الصاد كام في التلاتة دي؟ مش الحتة ديت اللي هي كانت 4 جذر 3؟ طب ارتفاع التانية دي كام؟ الحتة الصغننة دي اللي هي تلت الأربعة جذر 3. فيبقى 4 على التلاتة جذر 3. طب يلا طلع لي الصاد كده، هيساوي سهلة بقى. 3 في 4 جذر 3 ناقص 1 في 4 على التلاتة جذر 3 على 3 ناقص الواحد. طب احسب لي بقى الليلة ديت واحدة واحدة كده، نعمل حساب سريع على الآلة. ماشي. 3 في 4 جذر 3 ناقص 1 في 4 على التلاتة، ده كله في جذر 3 على الاتنين، عشان 3 ناقص 1 طلع لك ايه؟ طلع لك 9 و23. ولو قربتها تبقى 9 24. يعني ما السبعه دي تقرب اللي بعدها اللي نازل عن 5. فطب بس ده البعد من ايه؟ من ب ج. يبقى البعد بتاعه، خلي بالك هو عايز ايه؟ عين بعد مركز الثقل عن النقطه الف. بص عشان هنا في تخفيله جامده قوي. انت جبت ان الصاد، عشان بس او نكتب بلون تاني، هي هنا اهي. فالصاد بكام الحته دي؟ خلي بالك عشان هتحصل غلطه دلوقتي. مش كان الناس دي عماله تدخل وتخرج يعني بجد يعني؟ مش عارف بقى عندهم مشكله في النت، عاملين يدخلوا ويخرجوا، فهم اللي عاملين القلق ده. طيب فواحده واحده. الارتفاع ده انت جبته كام؟ انت جبته 9 علامه 2 4. بس الكلام ده لو قال لك انا عايز البعد من ايه؟
من الف ج، لكن مش عايز بعد من الف ج، هو عايز من الف. ونقطة الف دي على نفس الاستقامة، مش هجيب البعد ما بين نقطتين ولا حاجة. فهتيجي تقول اه واحدة واحدة كده انا فهمت. يبقى انت قصدك انت جبت الصاد دي اللي هي الحتة دي. يبقى عشان وده كله كان الارتفاع ده كله بكام؟ انا مطلعه ب 12 جذر 3. يبقى انت عشان تجيب البعد من ألف تقول هيساوي 12 جذر 3 ناقص التسع علامة 24. اه احسب بقى، قول إيه؟ 12 جذر 3 ناقص الأنصر. 12 جذر 3 ناقص الأنصر. هيديك ايه؟ لا احنا كده اه تمام، هيديك 11 ايه؟ 11 54. يعني 11 اللي هي 11 55. يعني خلي بالك، انا عارف والله تعملوا ايه في الامتحانات. ايه ده؟ طلعت لك 9 و24 وده كمان الحل الاوسط، يبقى 100% صح. وتخرج تلاقي نفسك ساقط وتقول طب انا سقطت ليه؟ فاهم؟ عشان انت مش فاهم السؤال، الراجل بيقعد يبدل يا شباب المطالب. خلي بالك من الحتت دي. طيب واحده واحده. اه المساله دي برضو من المسائل اللي هي السهله تحل بسهوله جدا. بص يا باشا، بيقول لك الف ب قضيب طوله كام؟ طوله 60. ماشي، وزنه 12، يؤثر عند منتصفه، يمكن لقضيب الدوران بسهولة في مستوى رأسي حول مسمار أفقي. تمام، يمر بثقب صغير من النقطة ج. يبقى واحدة واحدة كده عشان نفهم. يبقى دي كده قضيب اسمه ايه؟ ألف ب. تمام. طيب خلي، ممكن اخلي ألف الناحية التانية بس. خلي ألف هنا. ادي ألف ب. بيقول لك انت عندك في مسمار عند ايه؟ عند نقطة ج. هنا كده. بيقول لك وجيم دي بتبعد 15 سنتي. يبقى انت عندك دي نقطة ج والحتة دي 15 سنتي. والوزن بتاعك المفروض هنا الوزن 12. وال 12 ده دي كمان 15 سنتي. طيب حلو. واللي هنا دي تبقى كام؟ تبقى 30 سنتي. بيقول لك ايه؟ فاذا استند القضيب بطرفه ب على مضاد افقي، انا لو سبته هينزل يلف كده لحد ما يسند. يبقى بالشكل دوت. يعني تخيل مثلا ايه، انت سبته فينزل يلف لحد ما يسند تحت. فتحت كده ده الطرف ب، وفوق ادي الف وادي ج. طيب تعالى نكمل قرايه. بيقول لك ايه؟ اوجد مقدار رد فعل. اه بيقول لك بعد كده فاذا استند القضيب بطرفه ب على الايه؟ على انضاد افقي، وشد الطرف الف افقيا بحبل، فمسك من عند الف وشد بحبل، ففي هنا قوه. بيقول لك واكيد فينا في المسمار ده هيطلع رد فعل، ومن الارض هيطلع رد فعل عمودي. طبعا احنا عارفين ان بالارض بتطلع رد فعل عمودي. فتطلع هنا ر ب. وفي تحت كده كام؟ في القوه اللي هي الوزن اللي هو ال 12 من النص. والابعاد دي كام؟ الحته دي احنا اللي هو الزوم هيفصل يا شباب وهنبعت تاني. يعني هبعت تاني اكمل بقيه المساله دي. اول ما ابعت يا ريت الناس تخش على طول علشان نبدا نشتغل. تمام. اه يعني انا اول هبعت تاني، بس هنبدا على طول الناس كلها تخش مره واحده بس عشان ايه ما نقعدش نضيع وقت. يعني بالظبط 3 دقايق وهبعت تاني. بص مريم ياسر ديت مش تمام. فرد فعل المسمار ممكن ياخد اي اتجاه. وخلي بالك بيقول لك ايه؟ ان فاذا استند القضيب بطرفه ب على انضاد افقي وشد الطرف ألف أفقيا بحبل حتى أصبح رد فعل نضاد مساويا لوزن القضيب. يعني بيقول لك بقى رد فعل نضاد 12 زي وزن القضيب، يبقى دول الاثنين دول هيطلعوا جيم واحد. ده مع ده، اللي هو وزن القضيب مع رد فعل نضاد. طيب الجيم واحد لا يتزن إلا مع جيم اتنين، قده في المقدار وعكسه فين؟ وعكسه في الاتجاه. طيب كلام كويس. طب رد فعل المسمار ده وارد يبقى في أي اتجاه زي المفصل. بس هو هياخد الاتجاه ده عشان يطلع جيم اتنين مع القاف، لأنه كان قايل لك في مسألة القاف أفقية. طب واحده واحده بقى، كلمه سهله سهله جدا، انت تقعد بس في القانون اللي قدامك ده. اولا الابعاد دي كانت 30، والحتت دي بقى 15 و15، دي اللي احنا كنا قلناها في اول المساله. المعطيات اللي الراجل مديها لنا اهو. هي الحته اللي فوق دي 15. طب واحده واحده بقى. بص يا باشا، اولا هتقول الازدواج الاولاني قوه من الاثنين دول في البعد ما بينهم. طب البعد ما بينهم ايه؟ البعد ما بينهم الحته دي. وقال لك خلي بالك فاذا اتزن القضيب في وضع يميل فيه على الافقي بزاويه 30، يعني الزاويه اللي تحت دي 30، تبقى اللي فوق دي كمان كام؟ 30. حرف اف بص اهو. طيب حلو قوي. يبقى انت هتيجي
طب لو عايز تجيب الحته دي تعرف تقول لي اه دي 30 جاتا 30، الوتر في جاتا. طب الحته دي بقى اللي ما بين القوتين اللي فوق، اي مش البعد ده الوتر ده 15، يبقى طول دي كام؟ 15 جا 30 لانه يمثل المقابل. فهتقول يلا تحت كده خد قوه من الاثنين اللي هي 12 مثلا، في البعد ما بينهم 30 جاتا 30. المساله دي طويله قوي، حلها قصير قوي يعني، طويله قوي ككلام. طب بعد كده ده دول بيلفوا زي دول بيلفوا عكس، طب الاثنين دول بيلفوا مع ناقص. اوجد مقدار رد الفعل المثمر عند ج، ماشي يعني عايز الايه، يعني عايز رد فعل المثمر عند ج. ممكن اقول لك اتجاهه، اتجاهه يبقى افقي من غير ما تحل اصلا. طيب فهو عايز الر عند ج هنا، فتقول والله الر ج خد اي قوم الاثنين كده كده القاف، لان القوتين بيتكونوا ازدواج بيساوي الر ج والر ب بيساوي ال 12. في البعد ما بينهم كام؟ 15 جا 30، كل ده بيساوي صفر. طيب من هنا بقى طلع لي ايه؟ طلع لي الر ج. هو صعبة ها يعني. اللي بيتكلم يا جدعان يقفل الصوت. طلع لي الر ج من هنا، هتقول 12 في 30 كوزين 30 على 15 ساين 30. زياد معايا في قلب هيطلع لك الإجابة بتاعتك. ممكن احنا بس كتبنا حاجة غلط. ماشي، يبقى دي القوة ديت 12، البعد 30، تمام. يبقى احنا كل حاجة صح. ودي 30 جت 30، تمام، والزاوية 30، حلو. طب لو كانت الزاوية 60، تعال نشوف كده يطلع لك حل صح ولا لا. لأن أنا فاكر الزاوية دي ما كانتش 30، كانت 60 في المسألة دي. ممكن بس الامتحان مكتوب غلط. اه الزاويه دي 60 بس يا جدعان، بس لك ال 30 دي شيلها، حط مكانها 60. او لو هي في المساله 30 خلاص يبقى الحل لا يوجد. فاهم قصدي؟ يعني لو هي في المساله صح 30 كده، يعني احنا المساله دي الحل بتاعنا لا يوجد. لكن السنه قبلها جت نفس المساله، بس كان ايه؟ بس كان حاطط لك الزاويه 60، فالزاويه 60 بقى هتلاقي ان الحل بتاعك يوجد اللي هو 13 وكذا. خلاص. طيب تعال نشوف بقى المساله دي بقى. بص الامتحان ده النموذج دوت اللي احنا نقلنا منه الاسئله الصعبه هي اللي جايه في الاول. تعال نشوف كده اللي جايه دي. بيقول لك جسم يتحرك في خط مستقيم بسرعه ابتدائيه كذا، تمام، يعني اول عين بتساوي -2، ومن موضع يبعد 3 متر، يبقى ده معناها اول س بتساوي 3 متر. سطر الثابت في الاتجاه الموجب من نقطه ثابته على خط مستقيم بحيث كانت الجيم بتساوي 3 ن زائد الواحد. اوجد الزمن لحظة انعدام السرعة. طب انا عايز اجيب السرعة، اعمل ايه في العجلة؟ اكملها. يبقى تقول السرعة هتساوي تكامل العجلة، دي هتبقى 3 على الاتنين نون تربيع زائد النون زائد الثابت. طب الثابت ده لو عايز اشيله اعوض بالحاجات اللي عندي، صح كده؟ هي 2 نون يا هندسة، ايه؟ الجيم ب2 نون. ماشي 2 نون. يبقى انا ديت بس 2 نون نصلحها. ماشي، الجيم لو باتنين نون ده هتبقى اسهل كده، خلي بالك. يعني الجيم هنا مثلا 2 نون، فلما تيجي تقول هتقول 2 على الاتنين، خلاص ده هو كده سهل عليك كمان. فواحده واحده فتبدا تعوض، هتشيل كل نون تحط مكانها. ها اول زمن بكام بقى؟ اول نون دايما اول نون في المساله بصفر، فشيل كل نون حط مكانها صفر، وشيل كل عين حط مكانها ايه -2، فيطلع لك الثابت ده بكام؟ -2 بالنظر كده. اهو -2. طيب حلو قوي. يبقى كده ايه إيه اللي باقي بقى؟ المفروض انت تعوض. تمام، هو بيقول لك ايه؟ اوجد كذا، اوجد زمن لحظه انعدام السرعه، فحط السرعه بصفر. هتقول نون تربيع زائد النون ناقص 2 بيساوي صفر. طبعا دي معادلة من الدرجة التانية، حلها على الآلة. مود ايكويشن 3، واحد يساوي واحد يساوي -2 يساوي دوس يساوي واحد ويساوي -2. يبقى النون بتساوي واحد والنون بتساوي -2. طبعا ما فيش زمن بالسالب، فالإجابة بتاعتك النون بواحد. بص تلاقي بقى المسائل السريعة اللي هتظهر دلوقتي اللي جاي دي برضو. دي مسألة مركز ثقل. بيقول لك صفيحه، الصفيحه مش موجوده غير في مركز ثقل او في مساله في الاسدوك كده بتتكلم عن صفيحه. بيقول لك انت عندك ايه اولا، بس هي المساله مركز ثقل يبقى هرسم ادي محور س وادي محور ص في البدايه كده. طيب بيقول لك انت عندك صفيحه منتظمه على شكل مربع طول ضلعه كذا، يبقى حلو. يبقى انا عندي دلوقتي في ايه؟ ادي اكتشفت كان في مربع طول ضلعه كام؟ 8. اسمها ايه؟ الف ب ج د. ماشي، الف ب ج
د. تعال نشوف اللي حصل. بيقول لك اتفصل منها قرص دائري طول نصف قطره 2، يعني في دايره اتفصلت نص قطرها 2، ويبعد مركزها 3 سم عن الف ايه، عن الف ب وعن ب ج، يعني ابعد من اللي تحت دوت 3 سم ومن دوت 3 سم. فنلاقي نفسنا ايه، ان احنا بعدنا من 3 سم، فوقفنا ان المركز هنا. ونيجي بقى نعمل الدايره، فتلاقي الدايره بالشكل ده اهي. الدايره نص قطرها خلي بالك 2، يعني الحته دي كده 3 والحته دي 3. تمام، كلام كويس. طب واحده دي كتله سالبه، يبقى انت اول حاجه تقول عين مقدار بعد مركز ثقل العام ب ج. عايز البعد عن ب ج. ب ج ده انا عايز ايه؟ انا عايز صاد. طب لو قال لي الف، لو قال لي حاجه من دول، قال لي الف ب او د ج، يبقى عايز س. بص ادي اهو، قام جاي قايل الايه، الشكل، الايه تاني، الكتله. احنا عايزين بقى ايه؟ احنا عايزين صاد. طيب حلو قوي. تعالى بعد كده، الشكل الاول ايه؟ المربع. الشكل الثاني الدايره. تمام. طيب الكتله بتاعت الشكل، الكتله هي المساحه، لان احنا بنفرض الكثافه بواحد. فلما الشكل كله ادي هنا وزنه ينزل من هنا، والدايره اللي هي مقصوصه دي وزنها ينزل من هنا. طب معلش وزن بعد المستطيل إذنك كله؟ بس. اتفضل. هو ممكن بس الصورة تتشال بتاعت الأكونت؟ انا لا، مش عارف الصراحه شيل. بس هو مش عارف. الأكونت ده بريميوم يعني؟ اه. طب خلاص مش مشكلة، عادي عادي. تمام. طيب مم. فالكتله، الكتله بتاعت الشكل هي مساحته، ف8 في 8 ب 64. طب كتله الدايره هي مساحتها، الدايره نص قطرها 2، يبقى ايه؟ يبقى طه نق تربيع هتوديك ايه؟ سالب 4 طه. والسالب 4 طه هتنزل من هنا من النقطه دي، لكن التانيه هتنزل من هنا. طيب الصاد بقى، احنا المفروض عايزين نجيب الصاد، فمشينا كام بقى في السين؟ ما هو بيقول لك 8، فمشيت 4. بس احنا مش عايزين قصدي السين، احنا عايزين نجيب الصاد. فطلعت 4، طلعت عندي 4 اهي النقطة دي. طب احداثي دي طلع 3. طب جبت الصاد ميم على طول. الصاد ميم هيساوي 64 في 4 ناقص 4 ط في التلاتة على 64 ناقص 4 ط. طب يلا نحسبها. هتقول 64 في 4 ناقص 4 باي في التلاتة على 64 ناقص 4 باي. فالناتج هيبقى كام؟ هيبقى 4 علامة، مش 2 4. هو عايز البعد من ايه؟ من ب ج. خلاص يبقى هو صح، يبقى ده اللي احنا جبناه على طول. طب لو كان قال لك البعد من الف، ده اللي كنا هنطرحه من التمانية. طيب تعالى بعد كده. بص دي مسألة سهلة هتحل في ثانية إلا ثانية. يقول لك قطار يتحرك بسرعة كذا أوقفته الفرامل، يعني ما فيش غير مقاومة. خلاص قوة المحرك وقفت. الراجل لما بتدوس فرامل بتشيل ايدك من رجلك من على البنزين، ما فيش قوة محرك. طب بعد أن قطع كام؟ 250 متر. اوجد الزمن أوقفته، يعني إيه؟ يعني السرعة النهائية بكام؟ بصفر. صح؟ طب اوجد الزمن اللازم لذلك. اه طب واحدة واحدة. تقول لي زمن، هل تستخدم مبدأ شغل وطاقة؟ تقول لي لا، لكن في سرعه دي النهائيه، لكن في سرعه ابتدائيه ما قالها لكش على فكره. ما قالكش هو كان ماشي بسرعه لا ده قالها لك اهو. القطار اتحرك بسرعه ايه؟ 72. يعني السرعه اللي هنا دي 72 كيلو متر على الايه؟ على الساعه. تمام. بعد ان قطع كذا اوجد الزمن اللازم لذلك. ماشي حلو قوي. يبقى انت هتيجي ايه؟ ممكن تقسم والله ممكن تستخدم مبدأ الشغل والطاقه برضه في حاجه يعني. بس انت كده كده عايز زمن، لا لا مش هتستخدم مبدأ الشغل والطاقه عشان هيوجع دماغك. بص اولا اول حاجه تقول ايه؟ السالب ميم بيساوي الايه؟ بيساوي الكاف في ج. تمام. طب تقول الناحيه التانيه، انت عندك ايه؟ سرعتين بينهم زمن، صح؟ وعندك برضو انت عايز سرعتين وعايز زمن ما بينهم، وبرضو معاك ان عين بتساوي ايه يا شباب؟ يعني اول حاجه لو تستخدم سرعتين بينهم مساحه، فالعين تربيع بيساوي العين صفر تربيع زائد 2 ج ف. طيب انا شايف من دي ان انا ممكن اجيب العجله على طول. السرعه النهائيه بكام؟ بصفر.
طب السرعة الابتدائية بكام؟ ب 72 في 5 على ال 18 زائد 2 في الجيم في الف. طيب الف بكام؟ ب 250 متر. طب من هنا طلع لي إيه؟ طلع لي قيمة الف. ماشي. وادي دول بعكس الإشارة هتبقى سالب 72. من هنا قصدي طلع لي قيمة الجيم في 5 على ال 18 زائد على قصدي 2 في 250. طيب فطلع لك ان العجلة بالقيمة ديت. خلاص. قيمة العجلة بسالب 1 على 25. طيب تمام كلام كويس. هو عايز الزمن على فكرة. خلاص احنا ممكن مش هنستخدم دي لان احنا ما لو عايز قوة الفرامل هتروح تجيبها من اليمين. يعني جت في السنة بعدها عايز قوة الفرامل فتاخد الجيم تحطها هنا ويديك الكتلة بقى تتعامل في الطرف اليمين. طيب هو عايز ايه؟ عايز الزمن. بتقول العين بيساوي العين صفر زائد الجيم نون. طيب تعالى واحدة واحدة. العين النهائية بكام؟ ها؟ العين النهائية معانا ثواني بس. باتنين. اتفضلي بصفر. مش المفروض ان العين دول تربيع، يعني 72 في 5 على 18 تربيع؟ اه والله ده انا شفتي انا عمال هتطلع اغلط. بسالب 8 من 100. انت صح. يبقى دي تربيع، ما انا التربيع دي نسيت. تطلع لك الناتج ده بكام بتقولي؟ سالب 8 من 100. هو المفروض ده. ماشي. سالب، يعني 8 على 100 صح كده؟ تمام. تمام. ماشي. فارجع بقى اقول هنا العين النهائية بصفر. طب العين الابتدائية بكام؟ ب 72 في كام؟ في 5 على 18. انا بس هنا نسيت وانا بعوض ما حطيتش التربيع. انا كتبت قانون بس نسيت اعوض بالتربيع وانا بعوض عليها. ناقص 8 على 100 في النون. معلش معلش يا هندسه، هي 8 سالب 8 من 10 مش 8 من 100. انا توقعت كده برضه. ماشي يبقى قولي 8 من 10. طب تعالى بقى احسب لي بقى الناتج اللي تحت دوت. او شد شرطة كسر 72 في 5 على 18 على 0.8. 5 وايه؟ يبقى الناتج 25. صح؟ يبقى 25 ثانية. اه. دي برضه المسائل السهلة، يعني انت أصلاً فيها معادلتين حركة بس في بعض الحالات كان بيجيب يطلب حاجة تانية. طيب تعالى بص اللي جاي دي. بيقول لك جسيم يتحرك في خط مستقيم بحيث يكون القياس الجبري اللي ازاحته فيه يعطى من العلاقة دي. ماشي. اوجد مقدار اقصى سرعه. تعالى الاول نفاضل ديت منها طلعنا النون. تبقى 3 نون اس 2 ناقص 12 نون زائد التسعة. حلو قوي. بص بقى، مقدار اقصى سرعه يعني عايز العين لما كلمه اقصى سرعه يعني العجله بصفر. طيب فهتفاضل دي كمان مره. الجيم هتساوي هنا يبقى 6 نون ناقص 12. طب من هنا هحط الجيم دي بايه؟ بصفر. ودي الناحيه التانيه بعكس الاشاره واقسم يبقى النون هتطلع لك بكام؟ النون هتطلع لك باتنين. طيب اعوض بقى بالاتنين في المعادله اللي فوق. يبقى تيجي تقول 3 في 9. يعني تشيل كل نقطة تحط مكانها 2. تعالى نحسبها كده. 3 في 9 عشان هي نون تربيع ناقص 12 في 3 زائد 9. يبقى السرعة معاك بكام؟ الإجابة عندك. برضو نسينا نحط التربيع، مش عارف ايه مشكلتي مع التربيع. يبقى الإجابة عندك كذا. استنى بس في حاجة عملناها غلط. يبقى 3 ناقص 4 مش في 9. ايه؟ 3 في 4 على مش كده في 9 9. تربيع. اه ما احنا هنا. يعني هتبقى بسالب 3 يعني. سلام. ماشي. احنا اول حاجه بس قلنا دي 3. تمام. في احنا الجيم طلعنا النون بكام؟ باتنين صح. فتبقى هنا دي 4. فالناتج عندك بعد كده تروح هناك. النون دي برضو دي بكام؟ دي باتنين. هتيجي بقى تعوض هنا. شوف الناتج بكام. يبقى سالب ايه؟ سالب 3 اللي هي 3. يعني ما تقولش لا يوجد. ليه ما تقولش لا يوجد؟ لان السرعه يا جدعان هو بيقول لك مقدارها. بيقول لك يوجد مقدار. مقدار انا عايز القيمه مش عايز هي سالب ولا موجب. طيب
اه بصوا دي هندسة سهله معلش قوي. سؤال بس. اتفضل. هو احنا في الامتحان نحل كده بالترتيب ولا لا نحل طبعا، لا ترتيب طبعا، حل؟ لا لا طبعا، يعني الترتيب النموذج دوت اول اسئله كانت صعبه. بص الاسئله دلوقتي بتمشي بسرعه. يعني احنا حلينا مثلا اول كذا سؤال بس عشان الناس دخلت وكده، ففي وقت ايه تاني. لكن بص طب دلوقتي دي مثلا دي مساله اصلا سريعه جدا. بيقول لك جسم وزنه 38 على وشك الانزلاق تحت تاثير وزنه، اذا وضع على مستوى مائل الخشن يعمل على الافق بزاويه كذا، فان عمل احتكاك كذا، اوجد ظا سيتا بتساوي ربع. لان الميم بيساوي الظا سيتا، والسيتا اللي هي زاويه زوزي. الاحتكاك اللي هي زاويه ميل المستوى. يعني مش هندور على المسائل السهلة يعني. اه طبعا. يعني بص دي برضه سهله. بص دي برضه هتحل على طول. بيقول لك اثرت قوه، هو الامتحان ده اول 7 مسائل منه رخمين. بعد كده في مسائل كتير سهله. بيقول لك اثرت قوه على جسم كتلته مثلا 150 يتحرك بسرعه كذا، فغيرت سرعته الى كذا. يبقى في قوه اثرت ده في عكس اتجاه حركته، لا اوجد مقدار الدفع. طب ماشي، الدفع بيساوي يا جدعان، قانون الدفع مش بيساوي اللي هو كاف هنا عين. بيقول لك في عكس الاولى يبقى موجب. عين واحد تعويض مباشر، الكاف بكام؟ 150. السرعتين بيقول لك عكس، فتبقى 10 زائد 20. بص دي اتحلت على طول. دي هتبقى ب 30، حط صفر كمان يبقى ايه؟ يبقى 4500. بص في مسائل كده وصل لك. اه دي مسألة الميزان دي مسألة قصدي الميزان اللي في اسانسير، دي برضه حالتين سهلة. يعني انا محفظها لكم. اقول لك جسم في ميزان زنبرك مثبت في سقف مصعد، اي حد هيلاقيني قلتها في الشرح. يقول لك فسجلت القراية 16 جرام عندما كان المصعد صاعدا بعجلة منتظمة جيم. طب صاعد فاكرين القانون؟ تعالى ادي اول حالة. صاعد القانون بتاعه عشان نفتكره، كانت الر بتساوي الكاف د زائد الجيم، والوحدات كلها صغيرة. الر بكام؟ بيقول لك 16 بس اضرب في 980، بيساوي الكاف معرفهاش، الدال ب 980 عشان شغال صغير، زائد الجيم اسمها جيم. طيب تعالى حالة رقم اتنين. هابط. الهابط الر بيساوي الكاف د ناقص الجيم. طب تعالى نعوض. بيقول لك سجلت القرايه 11، 11 في 980 بيساوي الكاف اهي. طيب الدال 980 ناقص، بيقول لك هو المرة التانية هابط بكام؟ واحد ونص. واحد ونص جيم. طب كلام كويس. اقسم المعادله واحده على المعادله اتنين. بيقول لك احسب قراءه الميزان عندما يكون المصعد هابطا. انت هقول لك دلوقتي واحده واحده. تعالى بس عشان دي حاله ثالثه. اقسم دي معادله واحد ودي معادله اتنين. اقسمهم على بعض كده. بص هتقسم من على اليمين والشمال على الشمال، ده طار مع ده، الكاف طارت مع الكاف. اصبح 16 على ال 11 بيساوي 980 زائد ج على 980 ناقص ايه؟ واحد ونص ج. طب من هنا شفت سولف، حد يقول لي الجيم على طول بكام؟ لو حد يحل كده على السريع يا شباب معاه، معاه آلة. مم. حد حسب الجيم؟ ماشي السؤال متكرر من 23. 140 140. ماشي يبقى الجيم بتاعتي بكام؟ حد يبقى شغال معايا بآلة بس. 140 سنتيمتر على الثانية تربيع. طيب انت بقى ايه؟ هو عايز حالة ثالثة، يعني هو كان في وقت يثبت على كده او يقول لك هات الكاف، خد ال 140 لو عايز الكاف، عوض بيها في المعادلة واحد او المعادلة اتنين هتطلع الكاف. طب هو بيقول لك ايه؟ احسب بقى قراءة الميزان، يعني عايز عندما يكون المصعد هابط. طب حالة ثالثة هابط، وعايز الري هتساوي كاف د ناقص الجي. طب يلا نعوض. الكاف بكام؟ الكاف لازم نجيبها، يعني خد ال 140 عوض لي هنا. حط لي مثلا هنا دي ب 140 وطلع لي قيمه الكاف. حد يقول لي هتاخد دوت كله تقسمه على اللي هناك. حد يقول لي كاف ب 70 تقريبا. مم. 14. ماشي الكاف لقيت لي ب 14، 14 جرام، فهتيجي هنا اهو الكاف معاك ب 14. الدال 980، ده عشان اطلع قرايه الميزان اللي هي دي. ناقص، تعالى بقى نشوف ناقص ايه. بص عندما يكون هابط بعجلة منتظمة سالبة أو تقصيرية قراءتها نص جيم. خلي بالك عشان في تخفيل هنا. لو حطيت لي نص جيم غلط. بيقول لك عجلة تقصيرية فحط سالب نص جيم. فسالب ورا سالب، سالب دي بتاعت الهابط وسالب دي بتاعت العجلة التقصيرية. فسالب ورا سالب تحول لموجب. وخلي بالك في ناس غلطت في دي السنة اللي فاتت. والجيم بكام؟ ب 140. شوف لي بقى دي بكام. على طول بص هتقول 14 في، افتح قوس، 980 زائد نص
في 100. 14700. 14700. ماشي 14، بس خلي بالك مش ده هتلاقيه في الاجابات، لانه عايز الاجابات ايه؟ بالثقل جرام. فاقسمها على 980. 980. يبقى كام؟ يبقى 15. طب يبقى دي مش موجوده في الاجابات عندك، لا يوجد. وصلت؟ يبقى ربع كام؟ 15 ثقل جرام. طيب تعال نشوف اللي بعد كده. بيقول لك قطار كتلته كذا يصعد منحدر يميل على الافق بزاويه كذا. خلاص يبقى حلو قوي. الجاي بكام؟ بواحد على ال 240 في اتجاه خط اكبر من الفيزا كان اقصى سرعه له. حلو. يبقى انت عندك دلوقتي العين بتاعت اقصى سرعه، سامعين واحد مثلا، ب 108 كيلو متر على الساعه، وقوه الاله الجر بيقول لك قوه المحرك بتساوي 3500. كلمة أقصى سرعة دي يعني السرعة المنتظمة. وإذا كان مقدار المقاومة يتناسب مع مربع مقدار سرعتها، يبقى حلو أوي كده. ده هو قال لي إن ميم واحد على ميم اتنين بيساوي العين واحد تربيع على عين اتنين تربيع. طيب هديك واحدة قصاد واحدة. بيقول لك وإذا كان مقدار المقاومة يتناسب مع مربع سرعتها، فوجد المقاومة التي يلاقيها القطار عندما يكون سرعته 90. واحدة واحدة بقى. طب تعالى أول حاجة، لو عين واحد اللي هي ب 108، يبقى الميم واحد وقال لك عين واحد دي اقصى صوره، يبقى الميم واحد تتجاب من نيوتن الاول. طب بقول لك صاعد، فكده يبقى القاف. الناحيه التانيه في حاجتين، نيوتن الاول يبقى كاف جا اهي، وهنا إيه كمان، وهنا ميم واحد. طب الزاويه دي زاويه ايه اهي؟ هتقول يلا قاف ناقص ميم واحد ناقص كاف جا اهي بيساوي صفر. طيب فالقاف بكام؟ حد عارف القاف بكام؟ القاف ب 3500 ودي ثقل كيلو جرام، ناقص الميم ما اعرفهاش، ناقص الكاف كتلة القطر مديها لنا 300 طن. حط ايه؟ تلات اصفار في الجاي واحد على ال 240 بيساوي صفر. طلع لي منها الايه؟ الميم ايه؟ طلع لي منها الميم واحد. تمام. هتقول 3500 ناقص. 2250. مش على ضمانتك؟ لا مش عارفة. هو إيه اللي مش عارف؟ ما هي لا طلعت كده هي ممكن. 2250. مظبوط مظبوط، كمل هندسة 2250. 2250 ثقل ايه؟ كيلو جرام. طب تعالى واحدة واحدة بقى، نبدأ نعوض تحت كده. ماشي. يبقى انت عندك 2250 بيساوي العين واحد بكام يا جدعان؟ كانت 108 عادي، خليها بالكيلو متر على الساعه، ما هي اللي تحت بالكيلو متر على الساعه برضه. 108 تربيع على هنا الميم 2 دي اللي انت عايزها. طب العين ادالك بقى، العين اللي قصادها التاني بكام؟ كانت 99 كيلو متر على الساعه. ادام الاثنين كيلو متر على الساعه مفيش مشكله. كانت المشكله بس لو اللي فوق كيلو متر على الساعه والتاني متر على الثانيه، فكنت لازم تحولهم طرفين في وسطين. طلع لي الميم على طول، او اضرب ده في ده على ده. اوعى تنسى التربيع. هتقول 2 2 5 0 18 90. في 99 تربيع، مش على 108 تربيع، مش 18 90. عادي. طيب تعالى بعد كده، بيقول لك ألف ب قضيب منتظم طوله كام؟ 3 متر وكتلته كذا، ويحمل جسمين كتلتهم كذا وكذا عند طرفي ألف وب. حلو أوي. ماشي واحدة واحدة. احنا عندنا هنرسم كده بكل بساطة. ادي ألف ب ده قضيب منتظم، وزنه كام؟ 4 متر، يعني هننزل في النص. طيب يحمل جسمين كتلتهم خمسة وواحد كذا، واحد من ألف واحد من ب. يبقى شغال هنا شايل خمسة، وشغال هنا شايل ايه؟ واحد ونص. طيب بيقول لك ايه؟ على الترتيب اوجد بعد نقطة تعليق القضيب عن ب لكي يتزن. طيب هو انا واضح كده ان هو عشان يتزن، يعني انا شاكك ان هو يتعلق من الناحية دي، عشان الاوزان اللي حاجة اتقل شوية. لو الاوزان كلها قد بعض تعلق من النص بالظبط، بس عشان اليمين تقل شوية خلاص. فانا عايز هنا الشين. هو عايز ايه؟ اوجد بعد نقطة تعليق عن الطرف ب. طيب ما سهلة. تمام، احنا عايزين الحتة دي. في مشكلة كده؟ هو طوله كله كام؟ 3 متر. الحتة دي واحد ونص. بص سمي الحتة الصغنططة دي س. خلاص. خلي بالك ولما نجيبها هنجمع عليها الواحد ونص. والحته اللي هنا ديت يعني السين دي من هنا لحد هنا. طيب بعد كده الحته اللي بقى دي كام؟ ها، حد عارفها؟ سهله برضو، هتبقى ايه؟ واحد ونص. لا مش واحد ونص. هو واحد منتظم. ونص ناقص سين.
دي كلها واحد اه ونص العزم. ناقص س. الجزء تمام. كله اه. اقف هنا وخد العزم مساوي بالصفر، ما هو جسم متزن، ممكن تقول فوق يساوي تحت وبعد كده العزم، بس خش على العزم على طول. دي بتلف كده، هتقول -5، افتح قوس، في 1 ونص ناقص س. ماشي. طب دي بتلف كده، -4 في السين. طب دي بتلف كده، دي عكس، ها، -1 ونص في 1 ونص. يلا شيفت سولف على الآلة، طلع لي الحل. يعني مسألة تتحل بسرعة جدا يعني. حد يحل كده شيفت سولف على الآلة. بص، هو اقول لك حاجه، انت عارف ان المساله دي انت ممكن تعرفها بالحب. هتبقى كام؟ هتبقى 2 متر. بالذكاء كده هقول لك ليه من غير ما تحل. هنا وزن 5، وهنا وزن 5. بص، فركز معايا، السين مش هتطلع لك ب 2 متر، السين هتطلع لك بنص. هتجمع عليها الحته التانيه دي تبقى ب 2 متر. لو النص مثلا، لو حطيت هنا وزن 5 وهنا وزن 5، وفي النص وزن كتلتها مثلا 4، فعلشان الشكل ده منتظم لما تشيله هتشيله من النص بالظبط. طب انا لما اقلل الناحيه دي شويه خليتها 1، يبقى عشان تشيله هتميل الناحيه دي شويه عشان المحصله هتروح ناحيه الاكبر شويه، فلازم تشيله من نقطه المحصله عشان يبقى افقي. فطبيعي مستحيل يطلع لك 1 ونص، لان 1 ونص دوت معنى كان ان الشكل ايه، اطوال قد بعضها، او الكتل متعلقه قد بعضها. فهو لازم أن يكون بيبعد حاجه زياده عن ال1 ونص. حد فاهم حاجه؟ يعني دي ممكن تحلها 2 من غير اصلا ايه، من غير حل، من غير حسابات. حد حسب السين؟ هي ها، دول. طلعت طلعت لك. فلوس. تمام. هي حلها من غير حسابات تطلع لك كده. مسألة سهلة برضو، يقول لك ألف ب ج 3 نقط على استقامة واحدة. ألف ب 6 سم، ب ج، بس سبك لازم تفهم دي، بيقول لك ج ما بينهم. يعني ما هم مش ألف ب ج، لا كده غلط. تمام. طيب هم إيه؟ هم ألف وب هنا والج ما بينهم. بيقول لك طول من ألف لب كلها، دي كلها 6، من ب لج 4، يبقى الحتة دي 4. يبقى الحتة دي بقى اللي باقية من الستة كام؟ 2. طيب بيقول لك ايه، اصفرت قوتين متوازيتين في النقطتين الف، يبقى في قوه هنا قاف واحد، وفي هنا قاف اتنين بيعوزوا بعض، قوه متوازيه. طيب في النقطتين الف وب، طيب مقدار محصلاتهم الحائط تساوي 30 وتؤثر في نقطه ج. اوجد مقدار القوه التي تؤثر عند ايه، عند الف. عايز القوه اللي تاثر عند الف. طب خلاص، اول معادله قاف واحد زائد قاف 2 بيساوي المحصله 30. تاني معادله القوه الاولى في بعدها بيساوي القوه الثانيه في بعدها. القوه الاولى قاف بعدها كام؟ 2. ف2 قاف واحد زائد، بيساوي قصدي الناحية التانية، ممكن بالنسبة بيساوي. برضو يا هندسة. ممكن، ما هو نفس القانون يا ابني. هو الناس تقول هي فرقت ايه يا ابني؟ ما هي بص اهي، هتقول قاف واحد على 4 بيساوي قاف 2 على 2 وطرفين فسطين. طب ما هي هيديك أيوة. نفس الشكل، بس احنا بنقول قاف بعضها بيساوي قاف بعضها لان احنا شغالين بالعزوم. طيب، فتقدر بقى خلاص يعني ودي دي بعكس الاشاره، وممكن تقسم على الاثنين كمان، هتبقى قاف واحد اقسم على الاثنين المعادله كلها، او ما تقسمش على الاثنين، سيبها 2 قاف واحد ناقص 4 قاف 2 بيساوي صفر. حل المعادلين دول على الآلة، طلعت القافين. يلا حد يقول لي بكام على طول، حد أنا شغال قصدي معاه. ما دام المسافة دي نص دي يبقى القوة دي ضعف دي، فاهم قصدي؟ ايوه، بس انت لا معاك القوه دي ولا معاك القوه دي، فاهم قصدي؟ ما هتبقى بس معايا العكس برضه. محصلة. هي فعلا دي، يعني دي هتبقى مثلا ايه، يعني دي هي دي مسافتها، دي هتبقى الاكبر، يعني ال 30 دي تاخد أيوة دي ب 10. 10، تمام. والتانية تاخد 20. والتانيه تاخد 20، صح. دي ب 10 وفعلا دي ب 20، وعايز انهي قوه؟ اوجد هو القوه عايز التي ألف. تؤثر عند الف، يبقى الف دي فعلا هتبقى ب 10. خلاص، يبقى الناتج قاف واحد يطلع لك ب 10. بس لو النسبه مش مظبوطه يعني هت ايه، ممكن تبقى لازم رخمة تحسبها شوية. هنا. اه. بيقول لك المسألة دي تصادم اصطدمت كرتان تتحركان في خط مستقيم وفق في اتجاهين متضادين زي ما انا راسم كده. الأولى كتلتها 5 وسرعتها كذا، يبقى كاف واحد دي كتلتها 5 والسرعة بتاعتها العين واحد بتساوي كام؟ 40. طيب، والتانية كتلتها 6، يبقى الخضرة دي كتلتها 6 وسرعتها العين 2 بكام؟ ب50. فإذا اتحركت الكرة الأولى في عكس اتجاه حركتها بسرعة كذا، يعني الكرة الأولى ديت اللي هي كام؟ اللي هي واحد، اللي هي الصفرة، ردت كده، يبقى عين واحد داش في العكس بسرعة 20. خلي بالك لازم أن تكون فرض اتجاه وتقول ده الموجب، اللي معاه موجب واللي عكسه سالب. فوجد مقدار دفع الكرة الأولى على الثانية. بص يا جدعان، هنا انت لو انت مثلا لو ما استخدمتش عقلك هتقول ايه؟ مش احنا قلنا ان ده الواحد بتساوي السالب ده الاثنين، صح؟ فواحد يقول لي هروح اجيب ده عين اتنين. يا حبيبي ما تجيبش العين اتنين، يقول لي اجيب العين اتنين داش، قال لي من قانون ايه، كاف واحد في عين واحد بيساوي
قصدي زائد. زائد كاف اتنين في عين اتنين بيساوي كاف واحد في عين واحد داش زائد كاف اتنين في عين اتنين داش. تمام، بس مش شرط تعمل، مش شرط تعمل الموضوع دوت. لحد كده حد عنده مشكلة؟ طيب، فالفكرة اللي عندنا هنا بقى ان انا مش شرط ليه، طب ما انا اروح من ديت احسب دفع كرة على التانية على طول. هات بقى، هات لي ده الواحد يا عم، سهلة يعني. تساوي كاف واحد، حتى لو طرف ده الاتنين، ما الاتنين قد بعض، في العين واحد داش ناقص العين واحد. خلي بالك السالب دي، بص السرعة هتيجي بقى تعوض في القوانين. هتلاقي ان انت عندك ده الواحد هتساوي الكاف واحد بكام. خلي بالك هي الاجابات كلها كبير، يبقى انت محتاج الكتله، محتاج كل حاجه تعوضها كبير. كاف واحد بخمسه في السرعتين بقى، اللي هو دي ودي. اول سرعه دي 20، بس انا عشان احطها 2 من 10، وخلي بالك هتحطها لي بالسالب عشان هي عكس الاتجاه. طيب، والسالب دي بتاعت القانون، لان انا هنا بخضع للاتجاه ده. بعد كده دي كام؟ 4 من 10، ومع الاتجاه فبالموجب عادي. السالب دي بتاعت القانون، فيبقى 5 في 6 من 10. حد يضربها لي كده ولا تبقى كام؟ 5 في 0.6 يبقى 3. يبقى ده الناتج بتاعك. فبرضه دي مسألة حل بسرعة جدا يعني، قانون تعامل مباشر. طب تعال نشوف بعد كده، بيقول لك وضع جسم وزنه 8 على مستوى افقي خشن، ثم أميل المستوى تدريجيا حتى أصبح الجسم على وشك الانزلاق أسفل المستوى، عندما كان قد زاوية ميل المستوى على الأفقي 30. يبقى معامل الاحتكاك بيساوي زاوية 30 بس. ده تجربة احنا قلنا في أول السنة. يبقى دوس لي كده تان، اكتب لي على الآلة كده تان 30. بص يعني حظ الامتحان دوت ان اللي في الأول هو اللي صعب، عشان كده ما تخشش بالترتيب. هيطلع لك الناتج 58. اللي هي 58. طيب، تعالى بعد كده، بيقول لك ترك جسم كتلته 200 جرام يتحرك من السكون من قمة مستوى. يبقى أول حاجة هو بادئ هنا كده، يبقى العين واحد بيساوي صفر، يبقى الطه واحد بكام؟ بصفر على طول. طيب، طول المستوى بتاعك كام؟ 25 متر، ويميل على الأفقي بزاوية جيبها واحد من 10. سمي ديت ايه؟ يقول لك إن الجاي بكام؟ بواحد على 10. طيب، اوجد طاقة الحركة هذا الجسم عندما يصل إلى قاعدة المستوى. عايز الطه 2. لحد كده في مشكلة؟ تمام. طب واحدة واحدة. مبدأ شغل وطاقة. طب مش القوة، القوة بقى اللي هي ايه؟ كاف جا. بالظبط. القوة اللي هنا كاف دال جاي. هل في ميم؟ لو كان قال لي المستوى خشن كنت هتقول ناقص ميم، لكن مفيش ميم. طب معلش يا هندسة، امتى احط دال وامتى ما احطش دال؟ لو جسم بيتحرك بسرعة متغيرة هتستخدم نيوتن تاني او مبدأ شغل وطاقة. لو سرعة متغيرة اللي هو فيها اللي هي عجلة منتظمة هتشتغل مبدأ شغل وطاقة، او نيوتن تاني اتعامل بكاف دال. لو نيوتن اول خليها كاف بس. خلاص. تعالى واحدة واحدة كده. دي ماشي. هيبدأ ايه؟ ادي نقول انت عندك اللهم صل على حضرة النبي. هتقول الكاف في الدال جا اهي، وده طبعا مبدأ شغل وطاقة يعني سرعة متغيرة، لان مبدأ الشغل طاقة ما بيشتغلش مع سرعة منتظمة اصلا. هيساوي طه 2 ناقص طه 1. طب طه 2 نص كاف في عين 2 تربيع طه 1 بصفر. خلاص سيبك منها. طيب الكاف راحت مع الكاف، مش محتاجة اصلا. الدال 9 و8. بس واحدة واحدة، اللي احنا بنعمله ده غلط ليه؟ لانه مش عايز سرعة. عارف هو عايز ايه؟ يعني دي مش هتفكها، هو عايز الطاقة كلها. يعني عايز الطاقة 2 كلها، فهتسيب دي اصلا كده. لو كان عايز سرعه كنت هتقوى، عايز الطه اتنين على بعض. طب عشان ما اقعدش اجيبها تاني، فخلاص الكاف بقى عوض بقى بالكاف. طب انا عايزها الوحدات كبيره، يبقى الكاف دي ما ينفعش 200 جرام، يبقى 2 من 10 قسمتها على 1000. في الدال 9 و8. في الجاهي بكام بقى؟ بواحد على 10. طب احسب لي دي كده، يطلع لك رقم صغير جدا على فكره. بس في الفي احنا نسينا بس الفي. ادي دي القوه المفروض هنا اهي. القوه في ايه يا شباب؟ في الفي. نسينا احنا نحط الفي. ادي دي القوه وادي الفه. الشغل بيساوي الطه على طول، فهنا هتضرب لي في كام؟ اضرب لي في الفه اللي هي ب 25. كل ده بيساوي طه 2. لو كان عايز السرعه فهتفكها لنص كف عين 2 تربيع، لان ممكن يجي لك نفس المساله بس يقول لك هات السرعه. طيب. 4 و9 4 و9 هندسة. الله ينور. 4 و9. طيب تعالى اللي بعد كده. بقول لك كرتان ملسوتان كتلتهما كذا وكذا. ماشي، يبقى تعالى اخلي الاولى دي 100 الصفرة، واخلي الثانيه ايه؟ 200. طب تتحركان في خط مستقيم في اتجاهين متردين. تصادمت الكرتان عندما كانت سرعه الاولى دي 8 متر على الثانيه.
وسرعة التانية 12 متر على الثانية. حلو قوي. بيقول لك بعد كده فرد، فإذا ابتدت الكرة الأولى بعد التصادم مباشرة باتنين أو ردت يعني راحت كده، سرعة 2 متر على الثانية. حلو. احسب مقدار سرعة التانية. طب ما سهلة، كف واحد، يلا حد معاه القلم معايا، في عين واحد بيساوي، قصدي زائد، كاف اتنين في عين اتنين ناقص بقى مش بيساوي. زائد. يا ابني ايوه، ما انا بعوض وانا في القانون. زائد ماشي كاف ماشي ماشي، لا واحد في مؤاخذة. عين واحد داش، زائد كاف اتنين في عين اتنين داش. طيب اول حاجه الكاف واحد بكام يا جدعان؟ 100 في العين واحد 8، ناقص بقى عشان دي عكس وانا بعوض بيه، ناقص كاف اتنين ب 200 في العين اتنين ب 12 بيساوي الكاف واحد بكام؟ ب 100 في العين واحد داش باتنين. صح كده؟ بس دي ايه؟ دي عكس برضه فبالسالب. خلي بالك اوعى تنسى السوالف دي، المسألة تطلع لك غلط. زائد دي ما اعرفهاش فاحطها زائد عادي، لو هي سالب هتطلع لي سالب. في العين اتنين داش. حد بيقول لي هي بكام على طول؟ حد شغال ورايا بالقلم؟ 7 7. سبعة. انت محتاج تروح في الامتحان انت تفكر وتاخد اخوك الصغير يشتغل وراك بالآلة، فاهم؟ حرفيا يعني. طيب سيبوا ده عشان يعني هتطول سنة، يعني سيبوها سنة، انا بس عايز احل حاجات سريعة الاول. بص دي برضو مسألة ازدواج تافهة جدا جدا جدا. بيقول لك ألف ب ج د مستطيل فيه ألف ب بكام؟ ب 30. ماشي سميه ألف ب ج د. طول الألف ب بكام يا شباب؟ ب 30. وطول الب ج ب 40. تعال نشوف القوة دي. بيقول لك أثرت القوة التي مقدارها 30 60 30 كام؟ 60. طيب في الاتجاهات من ب لألف، من ب لألف 30، يبقى أكيد دي قصادها عكسها 30. ادام لقيت قوة بعض كده يبقى ده ازدواج. طيب و60 من ايه؟ من ب لجيم 60، التانية دي كمان 60. طيب على الترتيب، بيقول لك ايه؟ اوجد مقدار عزم الازدواج. يعني تفاهة التفاهة. المسألة دي جت في الامتحان اللي قبله، ضاف لك قوتين هنا وقوتين هنا كمان. قال لك طب اوجد بقى دول كده بعد ما تجيبهم، قول لي ايه؟ قول لي القوتين التانيين دول بحيث يتزن المجموعة، يعني شوفوها في امتحان 23 عشان نفس المسألة بس مغير المطلوب. طب يا عم هتقول والله الجيم. طب لو واحد مش عارف يحسب، اقف عندها نقطه واحسب العزم هتطلع نفس القيمه، يعني لو وقفت هنا وحسبت العزم طلعت نفس القيمه. بس هنحلها ازدواج يعني، هي سهله ازدواج. الكوتين دول خد منهم واحده، بيلفوا عكس عقرب الساعه، 30 في البعد ما بينهم 40. طب الكوتين دول خد منهم واحده والبعد ما بينهم، تقول 60 في البعد ما بينهم كام؟ 30، بيلفوا ايه؟ مع عقرب الساعه يبقى بالسالب. يلا حد يحسب. ابو آلا يحسب. 600. كام؟ 600. ايوه. ماشي. طيب تعالى بعد ما هو زهقت منها بقى المساله، الكره بتخبط وترد دي. بيقول لك ضغطت كره كتلتها كذا، يعني الكاف ب 100. بيقول لك من ارتفاع كذا، ماشي ده الارتفاع اللي نزلت منه 3 و6. طبعا احنا عارفين السرعه هنا بصفر، حفظناها والله. السرعه هنا دي عين واحد قبل التصادم، السرعه هنا عين اتنين بعد التصادم. طب فاصطدمت بها وارتدت راسين الى اعلى، فاذا بلغ النقص، واحده واحده بقى، ردت لاعلى. مش هيديك الفيل هنا. فاذا بلغ النقص في طاقه الحركه نتيجه تصادم كذا، اوجد سرعه الكره قبل التصادم. اوجد سرعه الكره ايه؟ قبل التصادم بالارض. طب ايه ده؟ ايه العبط ده؟ دي سهله قوي. ده جذر اتنين تمانية ده وأربعة الفي. من عشرة جذر اتنين ده الفي. هتقول العين واحد، انا عايز العين واحد بس. تقول جذر اتنين في 9.8 في كام؟ في الفي اللي هي 3 و6 بس كده، ومش عايز حاجه تانيه. يبقى كام؟ 8 و4. طب بص بقى، عشان ممكن جت السنه اللي قبلها بس قال له اوجد الفي اللي ردت لها. خلي بالك بقى عشان الفي دي هتغلط فيه. مش انت هتقول ان مش الدلتا طه بتساوي طه 2 ناقص طه 1. هو بيقول لك ايه؟ فاذا بلغ النقص يعني تحط لي دي بكام يا معلم؟ تحط لي دي بسالب 1 علامه 6 9. سالب، لو نسيت السالب المساله غلط. طه 2 هي نص في الكتله، صح؟ في ايه؟ في عين 2 تربيع. طب طه 1 هي ايه؟ نص في الكتله في العين 1 تربيع. تمام، انا بقولها عشان السنه قبلها جت كده، وممكن السنه دي ترجع تيجي كده تاني، هتقول سالب 1. الراجل كان في الامتحان ده جايب اسئله كتير قوي سهله. يبقى نص في الكتله، ما ينفعش تحط 100 بقى مع الجول، ما ينفعش 100. خد ايه؟ اسم الكتله دي، خليها لي بالكيلو جرام. يبقى في 1/10. العين 2 بعد التصادم، واحده واحده، هتقول فيه جذر 2 في 9 و8. بس انا كان مكبر الجذر ده بس سنه اهو. تقول جذر
2 في 9 و8 في ايه؟ في الفي. وخلي بالك الجذر ده كله تربيع لانه هي عين تربيع، ناقص نص في 1/10 في العين واحد بكام بقى؟ عين واحد كانت ب8 و9، ب8 و4 قصدي تربيع. طلع لي الفي من المعادله دي. الغلطه انك هتنسى تحط دي بالسالب، لان بيقول لك بلغ النقص في طاقه الحركه. لكن كمطلوب كده ده هتجيبه بالنظر، يعني مساله زي كده لما تشوفها دي تجيبها بالنظر. فاهم قصدي؟ ده انت على الآلة يعني مش هتقعد تستخدم حاجه. تعالى المساله دي برضه. بيقول لك جسم كتلته كذا، موضوع عن ضاد افقي املس، ثم وصله بخيط خفيف يمر على بقره ملساء مثبته عند حافه منضاد، واحمل في ظرفاء. اولا الجسم اللي فوق ده 400، طب الجسم ده كام؟ 90. في مشكله؟ طب دي مساله ايه؟ دي مساله يا جدعان تطبيقات نيوتن. طب هتحلها ازاي بقى؟ بكل سهوله. انت عندك اولا مستوى املس، مفيش الناحيه التانيه احتكاك. خلاص، ده هيطلع منه شد وده هيطلع منه نفس الشد. طيب ده هنا في ايه؟ كاف دال، لان ده نيوتن تاني، تطبيقات نيوتن التاني. هتيجي واحده واحده. يلا معادله الاول. حد عارف معادله الاول ايه؟ مع الحركه موجب، عكس الحركه مفيش، بيساوي 400 في ايه؟ هو الوحدات ايه؟ الوحدات صغيره، ماشي حلو قوي. يبقى 400 في 980. طيب معادله 2. مع الحركه، ما هو ده هينزل مع الحركه موجب، هتقول كاف دال اللي هي كام؟ اللي هي 400. معلش انا غلطت بس في حاجه، دي 400 في جيم، لان المعادله بتبقى عباره عن ايه؟ مع الحركه موجب عكس الحركه سالب بيساوي ايه؟ كاف في جيم. طب هنا بقى اللي مع الحركه موجب الجسم ال 90، فالجسم ده مش 90، الجسم ده قصدي مش 400، الجسم ده كتلته 90، ف90 في الدال 980 ناقص الشين بيساوي الكتله 90. انا بتكلم عن الجسم التاني مالكش دعوه ب 400 في الجيم. تقول بالايه؟ تقول بالجمع بقى، فدي هتطير مع دي. هيبقى عندك 980 في 90، يلا حد ورايا على الآلة، بيساوي اجمع ديت مع دي هديك 490. هي مش محتاجة آلة لأن دي على دي فيها فيها الاتنين، يبقى الجيم ب 180. صح؟ طب أنا جبت الجيم ب 180، هات لي الشين. حد يجيب لي الشين كده. هتقول 180 في إيه؟ في 400. صح؟ عوض في الأولى أو في التانية جبت الشين. 72,000 طب هل هو عايز دي؟ هل هو عايز دي؟ لا، بقول لك إيه؟ اوجد الضغط على البقرة. في الحالة دي فكان الضغط على البقرة، الضغط كان بيساوي جذر 2 شين. 2 فخد، شيء. ايوه جذر 2، جذر 2 شين مش 2 شين، الاتنين شين لو كانت البقره دي. خلاص. طيب هتقول جذر 2 في 180 في 400، هيطلع لك الناتج بالداين. لو عايزه قول لي بقى يطلع لك كام من دول. هتبقى لا، دال يا هندسة. ماشي ادي دي. لو عايزه بقى بالسوق الكيلو جرام كنت هقسمه عليه على 980. اه المسألة دي برضو يعني قررت كتير جدا 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 يعني. هنقولها دلوقتي. ليه كده؟ ليه حصل ماشي. تعال نشوف كده المسألة دي. بيقول لك ألف ب ج د شبه منحرف قائم الزاوية في ب. انا عندي دلوقتي شبه منحرف قائم الزاويه فين؟ في ب. حلو. الف د يوازي ايه؟ يوازي ب ج. ماشي، ما انت ممكن ترسم بكل بساطه كده. انت عندك ادي شبه منحرف اسمه ايه؟ الف ب ج د. مش قائم الزاويه في ب. بيقول لك الالف د يوازي ب ج، تمام. الب ج ب 8 سم، قصدي الالف ب 8 سم والب ج ب 15 سم مديها لك، والالف د ب 9 سم. حلو. بيقول لك رسم اداه اللي هي عمودي على مستوى شبه المنحرف. اه يعني كانه طالع من السبوره كده يعني. بص، المفروض عشان تعملها صح ديت بقى ترسم محاور. بس المفروض ايه؟ تيجي واحده واحده. المفروض تعمل لي محاور كده وتقوم جاي منزل بقى عليها. ادي مثلا استنى اظبطها بس. كنت رسمها مظبوطه قوي في البتاع التاني، بس عشان انا بنجز دلوقتي عشان احل معاكم الامتحان بس ما نطولش. اهو فدي كده. يعني ممكن نخلي الب الناحيه دي، يبقى ادي الف وادي ب وادي ج وادي د. حلو. بقول لك في اترسم بقى ده عمودي كده، يعني اترسم هنا نقطة ايه هنا. طيب حلو قوي. بيقول لك أثرت قوة مقدارها 75 من ألف ل ه.
اه يبقى خلي بالك القوه دي منين؟ من الف ل يعني كده. تمام. طيب بيقول لك اوجد ايه؟ اوجد معيار عزم هذه القوه حول ب. طب ما سهله، ما اصل خلي بالك هتضرب البعد دوت. يعني بص يا جدعان القوه كانها خارجه من الصفحه، وصل لك؟ يعني من الف ل دي كانها يعني عامله كده. لو حد بس متخيل 3 دي كانها عامله كده. فلما تيجي تاخد دوت، هو ده يعتبر البعد العمودي عليه. فهتقول القوه هنا، العزم هنا هيساوي كام؟ هيساوي 8 في ايه؟ اهي ده البعد العمودي، هي مش باينه بس عشان هي 3 دي مش ظابطه قوي. يعني ده البعد العمودي للقوه دي. لو بصيت من الجنب كده ده اللي هتفهمه. لو حد بقى فاهم 3 دي هيبقى فاهم اللي انا بقوله دوت. هتقول القوه اصلا بكام؟ البعد ده ب 8. ف8 فيه قيمه القوه اصلا كان مدالك بكام؟ ب 75. 8 في 75 شوف هطلع لك بكام. هيبقى 600. طيب ساق منتظم يتصل طرفه ألف بمفصل ثابت عند رأسه تحمل من طرفه ب. ماشي دي مسألة 26 برضه. عايز اسيب 26 دي هتطول شوية. يعني سايب كده مسألتين هيطولوا. طب تعالى مسألة دي برضه مش هتطول. بيقول لك أثرت القوة كذا وكذا نيوتن في النقطتين جيم ودال. ماشي بتقول ايه؟ قاف واحد بتساوي كام؟ بتساوي ألف س زائد الب صوت. تمام. بتأثر في النقطة ايه؟ في النقطة جيم. حلو، الجيم دي بكام؟ سالب 2 و1. سالب 2 و1. طب قاف 2 مطلع داتا. انت ممكن ما تطلعش الداتا دي في الامتحان برضه يعني. ممكن تبقى عينيك سريعة مثلا. انا بس هنا عشان يبقى الشرح متنظم يعني. الدال بتلاتة واحد. حلو قوي. طيب إذا كانت القوتين تكونان ازدواج اوجد البعد العمودي بين خطي عمل القوتين. عايز البعد العمودي ما بينهم. طب أول حاجة إحنا عايزين نطلع، ممكن نطلب هنا كذا حاجة. أول حاجة ممكن نقول لك أنا عايز الألف والب. الألف لو القوتين بيكونوا ازدواج فدول مجموعهم بصفر ودول بصفر. خلاص كده بتجمع السينات تساوي بالصفر والصادات تساوي بالصفر، ده شرط إن القوة تكون ازدواج. فدي هتطلع لك كام؟ سالب 5. وده هيطلع لك 2 عشان يديك صفر يعني. طب في أوقات يطلب دي بس، يعني ممكن السنة تلاقيه جاي طالب دي بس. تاني حاجة عايز الازدواج. الازدواج وقف عندها نقطة واحسب العزم. طب أنا بحب نقطة إيه؟ صفر وصفر. ر واحد في قاف واحد زائد ر اتنين في القاف اتنين. طيب تعالى واحدة واحدة. ر واحد بكام؟ نقطة على قاف واحد ناقص نقطة العزم فهتفضل زي ما هي سالب اتنين وواحد. في القاف واحد بكام؟ سالب خمسة واتنين. زائد ر اتنين بكام؟ بتلاتة وواحد ناقص صفر وصفر تفضل زي ما هي. قيمة الازدواج قيمة العزم عندها نقطة. خمسة وسالب اتنين. طيب تعالى واحدة واحدة. ابدأ بقى. افتح قوس في النص ناقص بره عين زائد افتح قوس في النص ناقص بره عين. اضرب الاتنين اللي على الاطراف في بعض يبقى ايه؟ يبقى سالب 4. اضرب الاتنين اللي في النص في بعض يبقى كام؟ يبقى سالب 5. سالب ولا سالب موجب. اضرب الاتنين اللي في الاطراف في بعض يبقى سالب 6. اضرب دول في بعض يبقى كام؟ يبقى 5. تمام. طب الناتج بتاع ده يطلع لك ايه؟ يطلع لك سالب 10. يبقى الجيم بيساوي سالب 10. تمام. سالب 10 عين. اوقات تطلب الجيم برضه. بس انا عايز البعد من خط عامل قوتين. بص قوه كده وقوه كده، عايز البعد العمودي اللي ما بينهم. طيب اللام ده هيساوي ايه؟ معيار العزم على معيار القوة. معيار العزم ب 10 على معيار القوة كانت 5 تربيع زائد 2 تربيع. احسب لي كده دي. انا حاسس ان اطلع لك 3 لان انا شفت الرقم ده قبل كده. 10 على جذر 5 واحد تربيع. بوينت تمانية حلو ستة تمام ماشي. ايه؟ صح. حبيت. 1.86. ماشي. طلعت لك دي. انت مين يا ابني؟ انت صوتك مش غريب عليا. انا بسمع الصوت المزعج ده في السنتر على فكرة. أيوه هو الصوت المزعج ده، أنا عبد ايوه الرحمن. عارفك. عارفك. مش أيوه حافظ اسامي بس عارفك. انت اللي في جروب. اقول لك انت في جروب ايه؟ انت في الجروب بتاع اللي هو جروب دي صح كده؟ أيوه هو ده. ماشي. طب اول ما قلت ايوه كده عرفتك على طول. ماشي. قوة قاف 15 س وكذا. طب يعني يا جدعان المسألة دي عبط والله العظيم. الراجل بيوزع هدايا. بص بيقول لك يوجد عزم حول محور صاد. طب ما العزم هيساوي ر في قاف. قلنا كلمة محور بنقطة حساب العزم هي صفر وصفر وصفر. فهتقول س صاد عين. هتطرح بقى دي ناقص صفر وصفر وصفر. النقطة اللي عندك هتفضل زي ما هي سالب 3 وسالب 3 و2. طب القوة 15 سالب 25 40. يعني السنة دي جت 2020 وجت السنة اللي فاتت. قوس في النص ناقص بره س مش محتاجه. افتح قوس في النص ناقص بره خط زائد قوس في النص ناقص بره عين. انت مش محتاج غير الصاد بس وعايزك تحسب الصاد. خد دي اضرب ده في ده هيبقى سالب
120 واضرب ده في ده بكام؟ ب 30. المسألة دي موجودة في ملزمة الشرح وفي كل حاجة يعني، وموجودة في كتاب الوزارة. هيطلع لك اضرب السالب في دي يبقى ب 150. دي تبرعات يعني. انا ليه بسيبك يا جدعان المسائل الصعبة؟ مش عشان انا مش عارف احلها. يعني حد يكون مفكر أنا مش عارف احلها، بس الفكرة انا بقى عايز احل معاك السهل عشان نلاقي مثلا الامتحان ده خلصناه في وقت قليل قوي. فاهم قصدي؟ يعني يعني طب انا ليه برضو في الاول بدأت بالترتيب؟ عشان افهمك انك لو بدأت بالترتيب حلينا في نص ساعة 5 نقط. طب دلوقتي احنا في ساعة، احنا وصلنا ل 25 نقطة ولا في 23 نقطة في ساعة. وصل لك؟ تعالى بص المساله دي برضو، دي فاكرين قانونها. انا مش هحلها بالطريقه ايه، هحلها بالطريقه السريعه. انا هحل دي بالطريقه السريعه لان انتوا اكيد عارفين الطريقه اللي مش سريعه. هنا من هنا يطلع ايه؟ بص بيقول لك انت عندك قضيب منتظم راسي بطرف العلوي على حائط راسي املس، وبطرف السفلي على مستوى ايه؟ خشن افقي، بحيث يصنع القضيب مع الافق زاويه ظلها كذا. اه بيقول لك ان دي اهي وظا اهي بكام؟ ب 3 ونص. طب يلا كده الوزن مش مديهولك، كده ر واحد وكده ر اتنين، وما ادالكش قوه خارجيه وقال لك ده املس ودوت خشن، فكده يبقى فيه مين فري. فاكر القانون السريع في الحاله ديت اللي انت شايف لما يكون ده املس وده خشن، هتعوض في القانون دوت. هتقول معامل الاحتكاك بتاع الارض في ظاهر بيساوي نص. هو بقى عايز ايه؟ مديك ايه؟ 14. مديك دي، صح؟ مديك دي بكام؟ بتلاتة ونص. ودي مين بس؟ خلي بالك في الحاله دي بس بيساوي نص. اقسم ده على ده، يعني خد ده امسكه اقسمه على هنا، هيطلع لك كام؟ 14 من 100. 14 من 100. المسألة دي سريعة جدا، بتيجي كل سنة منها اتنين ببلاش. طبعا انتوا عارفين يعني ده اثبات يا جدعان، يعني ده مش انا، ده مش مثلا مش جايبه من بيتنا. انا اشتغلت معادلة واحد فوق يساوي تحت، معادلة اتنين يمين يساوي شمال، تلاتة معادلة العزوم، وقعدت اثبت واخد الواو واعوض بيها بدلاله كذا لحد ما طلعت المعادلة دي. فانا بقول لك لو جات لك نفس المسألة امتحان عوض بالمعادلة النهائية وخلاص. ما توجعش دماغك يا عم الحاج. اه مسألة العامل البنائي اللي شايل طوب برضه حافظينها. بص من غير ما احلها قولي لي الناتج بكام. عامل بناء كتلته كذا 20 وشايل على طوب. طول. ماشي. 20. طب جت منين؟ ان الشغل، انت واد انت مبصمج الامتحان، انت مبصمج جامد قوي. كاف دال. بقالي شويه مشغول مع الميكانيكا. اه بلاش شويه بصمجه. الشين بتساوي كاف دال في ايه؟ كاف دال ما تقوليش جاهي لان الراجل ده طالع على السلم بيقول لك سلم راسي ارتفاعه الراسي، فما فيش جاهي، مش مستوى مالي مستوى تحط جاهي في الفه. الشغل بيساوي القوه، هو القوه بتعادل وزنه في الفه. طب واحده واحده، الشغل مدولك كام؟ واحد واحد سبعة ستة صفر بيساوي الكتله دي، مش كتلته هو لوحده، دي كتلته هو والطوب اللي شاله على كتفه. فكاف زائد ال 80، يعني الكتله هي كاف زائد 80 في الدال 9 و8 في الف ب 12. قلتها 100 مره في قلب الامتحان، ما تلاقي مساله زي كده يلا على طول حل شيفت سولف على الاقل. طيب دي مساله، دي مساله عاديه يعني، دي مساله برضه هسيبها عشان دي مساله هتطول سنه. هرجع لها يعني، هرجع للحاجات اللي انا مثلا ما حلتهاش دي، هرجع اجيبها تاني. بس انا ايه بنجز في الحاجات الاسهل. ليه الحاجات عماله تنزل كده؟ ماشي. وضع جسم، بص دي برضه مسألة عبيطة 32 دي. وضع جسم على ميزان ضغط مثبت في أرضية مصعد، فسجلت قراية الميزان. قراية الميزان ديت إيه؟ دي الري. يقول لك ري بتساوي 21 ثقل كيلو جرام. خلي بالك عشان دي لازم تكون نيوتن، إنما كان المصعد ساكن. في حالة المصعد ساكن فالري بتساوي الكاف دال. يعني معنى كده إن، وطبعا هنا أنت حاطط دي بالثقل، يعني مثلا حطيت هنا 21 في 9 و8 بيساوي الكاف في 9 و8. ف 9 و8 راحت مع 9 و8 يبقى الكاف بكام؟ يبقى كده دي كتلة الميزان ب 21 عندما كان ساكن، لان في حالة السكن بتعوض في ده، لو ساكن او سرعة منتظمة تعوض في ده. يقول لك اوجد بالثقل كيلو جرام قراية الميزان عندما يتحرك رأسيا لأعلى. اه لأعلى يبقى الر بيساوي كاف د زائد الجي. طب يلا، الر بكام؟ دي اللي عايزها. بيساوي الكاف بكام؟ ب 21. خلي بالك كيلو جرام في الدال 9 و8. مسألة مباشرة بتاعت اسانسير بيجي عليها اتنين سهلين. زائد الجيم، الجيم بس دي ما تنفعش اقسمها على 100. طب طبعا من 10. طلع لي الناتج يا معلم. يلا يا باشا احسب. 22 ونص. كم؟ 22 ونص بس ليه اللي اساسا؟ هيطلع من هنا مش 22 ونص، لان ايه انت بيطلع هتقسم هنا اللي يطلع من هنا نيوتن. 220 220 ونص. ونص. 22 ونص على ال 9.8 تديك ال 22. ماشي 22 ونص. صعب يا شباب. خلي بالك، تعال المسألة دي برضو مسألة ببلاش. بيقول لك قوتان متوازيتان ومفضتان في الاتجاه، مقدارها كام؟ 4 وكذا. يعني ادي القوتين اهو بيوازوا بعض وايه؟
وعكس بعض. ماشي، في قوة بأربعة وفي قوة بكام؟ بتسعة. حلو قوي. تؤثران في النقطتين ألف وب. طيب حيث ألف ب 15، قوة متوازية، مسألة ببلاش برضو. اوجد بعد نقطة التأثير المحصلة عن ب. عايز بعد نقطة التأثير عن ب. أكيد المحصلة هتبقى هنا، صح كده؟ هتقول القوة الأولى في بعدها بيساوي القوة التانية في بعدها. هل ده في مشكلة؟ سمي ديت س يعني. القوة الأولى أربعة، أربعة في 15 زائد السين، يلا يابا جاهز معايا الآلة، بيساوي تسعة في السين. يلا احسب. ب 12 لا ب يوجد. 12. لا يوجد. في مشكلة؟ لا يوجد ولا احنا غلطانين في حاجة؟ لا احنا مش غلطانين في حاجة إن شاء الله. يبقى نقطة تأثير المحصلة عن نقطة ب. تمام، 12. لا يوجد في مشكلة في الكلام دوت. طب تعال نشوف اللي بعد كده. بيقول لك وضع جسم كتلته كذا. اه المسألة دي يعني مش هتطول قوي والله. بص بس ده فيها تخفيله يعني. بيقول لك وضع جسم كتلته كام؟ 16 كيلو جرام على مستوى املس يميل على الافقي بزاويه قياسها 45. اه يعني المستوى دوت مايل على الافقي بزاويه ايه؟ 45. وادي الجسم اهو. طب اثرت عليه قوه افقيه نحو المستوى. خلي بالك كتله الجسم بتساوي 16 كيلو جرام. خلي بالك القوه الافقيه دي هتبقى كده. يبقى الزاويه دي كمان كام؟ خمسه. خدناها في مساله احتكاك قبل كده. دي 45، فتيجي هنا قاف جاتا 45، وتيجي هنا ايه؟ قاف جا 45. وخلي بالك هنا ان في واو جاتا 45 برضه. طب هنا في ايه؟ برضه واو اللي هي كاف دال جا 45. وفين ايه؟ رد الفعل. خلي بالك المستوى املس ما فيش احتكاك. بيقول لك اثر القوه الفوقيه نحو المستوى مقدارها 30. يعني بيقول لك ان القوه دي ب 30، بس خلي بالك 30 نيوتن. ويقع خط عماله في المستوى راس المار. كل ده ملوش لازم. اوجد مقدار العجله. تطبق، اوعى تطبق قاعده الاتزان تبقى غبي. بيقول لك عجله، يعني ده قانون نيوتن الثاني، مع الحركه موجب عكس الحركه سالب بيساوي ايه؟ كف جي. طيب يبقى تقول ايه؟ قاف جاتا 45 ناقص كاف د جا 45 بيساوي الكاف في الجيم. يلا نعوض. القاف بكام؟ ب 30، ودي نيوتن مظبوطه في الجاتا 45. يلا يا باشا اشتغل معايا. ناقص الكاف 16 في الدال 9 و8 في الجا 45 بيساوي الكاف اللي هي 16 في الجيم. طلع لي الجيم من المعادله اللذيذه دي. الجا 45 كانت 45. يلا احسب، يلا مش هضطرهم عشان هم مش هينفعوا. حد يقول لي الجيم بكام؟ 5.6. 5.6. ماشي. بص دي برضو المسألة تتحل بالقانون السريع، ودي منتظم. يعني تاكس مستوى رأسي بطرف العلوي على حائط رأسي أملس. حلو. فطلعنا رد فعل أملس. وبطرف السفلي على مستوى أفقي. حلو. معامل يبقى الاحتكاك 3. ده. اصبر يا ابني ما تحرقليش المسألة بعد إذنك. دي ليه اتنين وده ليه واحد. وتحت ده الايه؟ تحت ده الوزن. وديك دي الايه؟ وتأكد. بيقول لك اه خلي بالك المسألة دي ما فيش قوة خارجية. أهم حاجة المسألة ما فيهاش قوة خارجية. يبقى كده في مين فري على فكرة. واحد فري واحد. هتقول المين في الظريف اللي بيكتب دوت هطلعك بره البتاع والله. تمام. المين بكام؟ احنا قلنا الرقم ده كان كام؟ ده واحد على واحد على السبعة على التمانية تقريبا. عشان الرقم ده بس نتأكد منه كده. واحد على التمانية هيديك الرقم ده تقريبا. لا ولا واحد على السبعة. لا يبقى واحد على السبعة. واحد على اه ستة هندسة. واحد على الست. بص، اقعد اقلل كده وده رقم هو معين يعني. يبقى ده واحد على الست بالظبط. هتقول ايه؟ واحد على الستة في الظاهر بيساوي نص. طب ودي دي مقسومة تطلع لك الظاهر بكام؟ بتلاتة. طبعا انتوا عارفين اثباته، صح كده؟ لو دخل لك قوه خارجيه قال لك في قوه تأثر على الطرف الاسفل، لا يبقى الكلام ده غلط. زهقت منها. سقطت كرة من المطاط كتلتها كذا من ارتفاع كذا. ماشي يا عم. 90 سنتي. بيقول لك ايه؟ خبطت وردت الارتفاع كذا، ردت ل 40 سنتي. ايه المطلوب؟ اوجد التغير في كميه التحرك. الدلتا ميم هيساوي. طب معلش بقى، انا محتاج العين واحد ومحتاج العين ايه؟ اتنين. يلا معايا كده على السريع، حد يحسب العين واحد. الوحدات كلها كبيره فهنشتغل كله كبير. العين واحده هتبقى جذر اتنين في تسعة وتمانية. اوعى تاخد معاها 90 في تسعة من عشرة. طب هنا 4.2. يعني دي كده بأربعة اه واتنين من. 4.2. ماشي دي وحدة كبيرة ها. اتنين في مم. تسعة وتمانية من عشرة في ايه؟ في أربعة. الكاف. 2.8. ماشي الكاف بقى يبقى الكاف عين اتنين زائد العين واحد. خلاص يبقى الدلتا ميم هيساوي الكتلة بكام؟ ستة من عشرة. في دي قلت اتنين، اتنين وتمانية صح؟
هتقولي بقى 2 و8 زائد 4 و2. طلع لي أربعة الدلتا بوينت مين؟ اتنين 4 و2 يا هندسة. 4 و2. ماشي كويس جدا. دي يا جدعان مسائل بسرعة اهو. يعني بص انا عمال اركز على الحل بسرعة عشان ما احسسكوش بيأس بس. برضه نفس الكلام، كرة من المطاط اهي راحت اتنيلت خبطت في الحيطة ورجعت. المسألة اللي انا بغني فيها من اول السنة. ايه رأيكم بقى، سهلة الميكانيكا ولا صعبة؟ هتقفلوها ان شاء هي الله يعني. حلاوتها ان هي واحد، حلاوتها ان هي ه- بتتكرر. ما يعني حلاوتها حل جلد الامتحان نفسها. اكنه حل 100. بالظبط. لا ما انا قلت لك لو حليت الامتحان اللي في الكتاب اللي انا نزلته لك خلاص شكرا. حل اخر امتحانات مع المراجعه هتخش تقفل الامتحان. انت الميكانيكا انت مش هتخش مثلا تجيب ايه، تجيب فيها يعني ما تارجتش انك تخش تجيب فيها 50. انت هتخش تجيب فيها فوق لا هي 90 ان شاء لذيذه الله. الصراحه والله. تمام. طب بيقول لك كره كتلتها كذا، مشيت افقيا خبطت وردت بسرعه كذا. عارف لما يحب يعمل شقاوه في السرعه دي في المساله دي يقول لك ايه؟ فاذا ردت بعد ان فقدت تلت سرعتها يبقى بقى التلتين، يبقى هترد بسرعه 20. ده لما يحب يعني يعمل حته شقيه. هو عايز ايه؟ الدلتا ميم. الدلتا ميم هتساوي، طب لو كان عايز الدلتا طه هتبقى نص كاف في عين 2 تربيع ناقص 2 ناقص نص كاف في عين 1 تربيع. طب هنا كاف عين 2 زائد العين 1 مباشرة. الكتلة 3 من 10، السرعتين 26 زائد 30. يلا يا باشا قول لي الناتج على طول. 16.8. 16 و8. طيب مسألة رصاص. بص يا باشا بيقول لك رصاصة كتلتها كذا، يعني الكاف بكام؟ ب 20 جرام اصطدمت بحاجز ثابت من الخشب عندما كانت سرعتها كذا. يبقى العين اللي داخله بيها العين واحد بتساوي 700 متر على الثانيه. ايه العين اللي داخله بيها؟ بيقول لك ايه؟ وقفت بعد 5 سم او غاضت 5 سم، يبقى السرعه على العين 2 بصفر. يبقى الطاقه 2 بكام؟ هنا هشتغل مبدا شغل وطاقه في خطوه واحده بدل ما اشتغل نيوتن تاني معادله حركه. الرصاصه دي وهي داخله طبعا احنا حافظين طول السنه هي بتتحرك كده، بس اللي بيأثر عليها المقاومه. صح؟ فتقول ايه؟ سالب الميم في الف بيساوي ايه؟ ده كده الشغل بيساوي طه 2 ناقص طه 1. طب الطه 2 بصفر اصلا، طه 1 سالب نص كاف في العين 1 تربيع. كل حاجه معاك عوض، السالب طارت مع السالب. الميم بكام؟ هو دي اللي هو عايزها ولا مديها لك؟ احسب مقدار العجله. ايه ده؟ ثواني بس ثواني ثواني. ده اصلا هو مش عايز، ده الراجل مش عايز الميم يعني. ده هنا لو عايز الميم ده عايز العجله. طب ما العجله اسهل من كده، دي هتشتغل فيها لو طالب الميم. طب العجله بكل سهوله سرعتين بينهم ايه؟ بينهم ازاحه يا مسافة. جدعان. يبقى العين تربيع بيساوي العين صفر تربيع زائد 2 ج ف. دي لو كان عايز القوه يعني، لو عايز الميم عوض في ده على طول. هو السنه دي بقى ممكن يجيب لك يطلب الميم. يعني شوف السنه اللي فاتت طلب ايه والسنه دي هيجيب نفس المساله ويطلب عكسها. ركز في اللي انا بقوله لك ده. طيب فالعين النهائيه بكام؟ بصفر. بتساوي العين الابتدائيه بكام؟ ب 700 تربيع زائد 2 في الجيم في الف بكام؟ 5 على 100. يلا حد يقول لي الجيم بكام؟ 4900. 4900. تمام بس الوحده ايه؟ متر على الثانيه تربيع. طب تعال نشوف الاختيارات. لا كيلومتر. اه ما لا قولي لي اللي بالمتر على الثانيه. فاهم قصدي؟ يعني قولي دي الاول بكام ونحولها. 4 9 49,000. قدامها 5 اصفار. ماشي هتبقى ايه؟ 4 9 9 حط ايه؟ 5. 5 اصفار. بس في متر على الثانيه. طب هو بيقول لك كيلو متر يعني على الثانيه برضو تربيع. طب لو كان قال لك كيلو متر على على الساعه الأقل تربيع. بص فهتقسم اضرب التاني على 1000 18 تديك على دي. 5. لا ركز معايا بقى عشان ممكن يجيبها لك كده. بص لو قال لك انا عايز قول طب. بالكيلو متر على الساعه تربيع، فتيجي تقول اه طب انا فوق، انا عشان احولها ايه؟ علشان مثلا احول ديت من متر على الثانيه لايه؟ لكيلو متر على الساعه. معلش حاول قصدي من المتر للكيلو. هعمل ايه؟ هقسم على ايه؟ تقسم 5 على على 1000. 18. صح كده؟ ماشي. تمام. ماشي. طب فوق بقى العكس. طب عايزها لساعه من ثانيه لساعه، ف60 في 60. صح كده؟ فتخلي ديت ايه؟ تربيع. اوعى تنسى حته التربيع دي. الصوت صعب يجيبها معلش لك الناس اللي كده. كانت تحول منين لفين؟ حولت. بص من دي لدي. هضرب في الرقم ده. اه وصل لك؟ تمام. ها في مشكله؟ او استنى عشان انا تقريبا في حاجه غلط في التحويل. تقريبا هتقسم على الاثنين لان ده التغير اللي بيحصل في الثانيه. اه لا صح يبقى التغير اللي بيحصل في الساعه هيكبر.
فهتضرب ده، هتعمل التحويل على دي بالظبط. يعني ممكن يجيبها لك على كيلومتر على الساعه تربيع، فدي ملهاش عندنا يعني تحويل. ماشي. بص برضو دي مساله مركز ثقل، سهله جدا، بس انا عايز برضه اسيبها دلوقتي يعني الصراحه. دي برضو من المسائل السهله بتاعه المفصل. بيقول لك الف ب قضيب منتظم، وزنه برضو شفناها كتير، وزنه 90. ماشي، الوزن بتاعنا كام؟ بيساوي 90. مثبت بطرفه ألف في حائط رأسي بواسطة مفصل. حلو، يبقى الطرف ألف متثبت في حيطة بواسطة إيه؟ مفصل. تمام. جزء بقى القضيب أفقيا بقوة مقدارها قاف، حتى اتزن القضيب في وضع يميل فيه بزاوية قياسها 30 على الرأس. اه يعني الزاوية دي 30. طب مفصل هتطلع هنا ر س، وتطلع هنا ايه؟ ر ص، والوزن هينزل من هنا دي 90. بيقول لك اللي جذبه كده قوة أفقية، هي اللي خلته بالشكل ده. طب يلا ايه المطلوب؟ بيقول لك اوجد مقدار رد الفعل الكلي عند ايه؟ عند إيه؟ يعني هتقول جذر وعايز الريه الكليه. جذر ر س تربيع زائد ر ص تربيع. طب يلا معادله واحد اللي فوق يساوي اللي تحت، فر ص بيساوي 90. طب معادله اتنين اليمين يساوي الشمال، فالر س بيساوي ايه؟ بيساوي القاف. طيب تعالى بقى تالت معادله، اقف عند المفصل وخد العزم يساوي الصفر. لغيت دي ولغيت دي. تمام. بص بقى، هو طوله مدولك؟ لا مش مدولك، عادي مفيش مشكله. تفرضه بايه؟ بواحد، فتبقى الحته دي نص والحته ديت نص. طيب هيبقى البعد دوت نص جتا 60، ان دي 60. فهتقول بتلف مع عقرب الساعه سالب 90 في نص جتا 60 زائد قاف في ايه؟ طب البعد ده كله كام يا شباب؟ ده بيلف ايه؟ عكس عقرب الساعه، صح؟ ودي 30، يبقى ده كله واحد لان الوتر بتاعه واحد. واحد جتا 30، كل ده بيساوي صفر. طب حد يطلع لي القاف من هنا كده؟ هي مش المفروض قاف واحد جه 30؟ اه لا هي جاتا 30 مش جاتا غلط. عشان خدت 30، عشان ال 30 المجاور وصل لك فخدت جاتا. حد طلع لك كده القاف؟ 25 9 من 10. 25 و9 من 10. أنا عايز أقول فدي 26 و26 تمشي ايه؟ يعني. قول كام؟ لا ماشي عادي مفيش مشكله، لا. 25 و6 ماشي. سيبها زي ما هي، 25 و9. طب يبقى انت بقى عوض في القانون ده، قول لي بقى الرهب كام؟ ها. 93.5. ماشي 93 و5 من 10 اللي هو دوت يعني تقريبا، صح؟ احنا عشان بس تلاقينا قربنا حاجه بتاع، ما 12 رقم بالظبط يعني. تمام. طب تعال نشوف اللي بعد كده. بيقول لك قطار كتلته كذا تجر قاطره بقوه آلة. ماشي يعني الكتله. طب بص برضو انا مش عايز اضيع وقت، انا هكتب قدام كل ملحوظه يعني قدام كل حاجه دي كميتها. ادي الكتله بقوه آلة، ادي قوه المحرك تحت تاثير مقاومه تتناسب مع مربع سرعته. يعني ميم واحد. فاكرين اللي في اول السنه قلت لكم مهم كتير وبيجوا على عين واحد تربيع، عين اتنين تربيع. تمام. طيب فاذا كانت اقصى سرعه للقطار تساوي كذا، فاوجد. طب بص، كلمه اقصى سرعه دي لو سميت ان عين واحد اقصى سرعه، يبقى الميم واحد لازم تتجاب منين؟ من نيوتن الاول. يعني لو انت قلت دي عين واحد اهي اقصى سرعه، يبقى لازما الميم واحد من نيوتن الايه؟ الاول. طيب. طب نيوتن الاول ادي كده قاف وادي كده ميم. قاف مع الحركه، ميم عكس الحركه، سميها ميم واحد. هتطبق بقى نيوتن الاول، تقول قاف ناقص الميم واحد بيساوي صفر. يبقى قوه المحرك، يبقى الميم واحد بكام؟ ما هي دي ب 810. هتطلع لك من هنا ان الميم واحد بكام؟ ب 810. لحد كده حد عنده اعتراض؟ ها. تمام. ماشي. آه فحلو، فالميم واحد كده هي 810. 810 ايه؟ ثقل كيلو جرام. طيب فتعالى واحده واحده، تعالى بقى نبدا ايه؟ نعوض كده. فتقول 800
و10 دي بالثقل كيلو جرام، والسرعه اللي قصادها اللي هي العين واحد اللي هي السرعه ب 30. اهم حاجه السرعات تبقى وحدات واحده والدي وحدات واحده، فدي 30 تربيع. ماشي. إيه المطلوب؟ بيقول لك ايه؟ فوجد معدل مقاومه لكل طن. عايز المقاومه لكل طن من كتله القطار عندما تكون سرعته 90. بس خلي بالك ال 90 دي ما تنفعش مع دي. يعني تحت هتقول 90 في 5 على ال 18 الكل تربيع. وهنا الميم، طلع لي الميم بقى. 810 في، افتح قوس حد يحسب، في 5 على ال 18 الكل تربيع على ال 30 تربيع. طلع لي الميم 2 دي. 562 بالظبط. بوينت 5 ونص. ماشي. احنا في في مسألة مشكلة؟ كام؟ ده في مسألة 41. طب فطلعت لك كده دي ايه؟ ثقل كيلو جرام. بس هو مش عايز دي، هو عايز لكل طن، فهتمسك ديت تقسمها على عدد الاطنان. يعني امسك الناتج اللي طلع لك ده اقسمها على كام؟ على 400، هيطلع لك 400. واحد وحاجة تقريبا. هي تقريبا رقم دي. 1.4. طلع لك رقم دوت ب. صح؟ اه. ماشي. يبقى هتقول هتقسم بقى وقت الرقم دوت على 400 اللي هو عدد الاطنان. تمام. تعال نشوف المسألة ديت. برضو من المسائل اللي هي الايه؟ السهله. بيقول لك وضع جسم وزنه كذا على امضاد افق وربط بخيط يمر على بقره صغيره. المساله دي يا اما بقرات تطبيقات نيوتن، يا اما مساله الاحتكاك. عند حافه نقطه يتدلى من الطرف الاخر وزنه 4، فالوزن ده 4 وده 12. طيب هنا طبعا ايه الوزن الواو، وهنا ايه الر. طب هنا دي الاربعه وهنا ده الشد هيساوي 4. او لسه ما نعرفش يعني لو. فاذا كان الجسم متزن لا خلاص يبقى دي كده ايه؟ دي مساله الاحتكاك. التاني يقول لك متحرك بعجله، يقول لك يوجد عجلته كده. او أو ممكن ما يبقاش ايه، ممكن ما يقولكش حاجه خالص بس ما يبقاش فيه قوه الناحيه التانيه، يقول لك المستوى املس. طب سؤال، الجسم ده لو بيشده هنا قوه وهناك ما فيش حاجه، يبقى وش ده بيتحرك بعجله، لان محصله القوه بتاثر عليه مش صفر. واصل لك؟ لكن ده في حاجه الناحيه التانيه فهي ممكن تخليه بصفر لو هي قده. طيب ايه اللي انا عملته دوت؟ ماشي خلاص هدرس معانا. طب بيقول لك ايه؟ يبقى هنا بيقول لك فيوجد قوه الاحتكاك بين الجسم وايه؟ يا عم ارجع. ماشي. عايز قوه الاحتكاك بقى، فهنا ما حطيناش ليه ميموري. طب قوه الاحتكاك بكام؟ باربعه. ليه؟ لان الشد هنا يبقى باربعه، يمين يساوي شمال. وصل لك؟ ممكن بقى يديك معامل احتكاك ويقول لك ايه؟ طب هل الاحتكاك ده النهائي ولا لا؟ فتمسك تجيب الحاء س ومعاك الحاء وتقارنهم ببعض، لو قد بعض يبقى نهائي. طب الحاء س لقيتها اكبر من الحاء اللي فعل في المساله اللي هي باربعه، يبقى مش نهائي. جت نهائي من يمين يساوي شمال، برضه مباشر. من اسهل الامتحانات على فكره السنه اللي فاتت هو امتحان 2020. ماشي. بص المساله اللي جايه دي، بيقول لك جسم وزنه 10، برضه دي حلناها، دي جت في امتحان 2020. الراجل واخد من امتحان 2020 كذا مساله. عشان كده بقول لك ابدا من اول 2019 لحد السنه اللي فاتت، عشان ابقى عامل ميكس ما بين كله. جسم وزنه 10، موضوعا على مستوى افق خشن، اثرت عليه قوه افقيه قدرها كذا. حلو. ادي القوه اللي هي بكام؟ ب 37. ماشي. في حركاته المصاده خشن، خلي بالك يعني في مقاومه الناحيه التانيه. في حركاته بعجله، يبقى دي كده عجله يعني نيوتن تاني، يعني الكلمه دي معناها انت هتعوض في قانون نيوتن تاني. اوجد هذه العجله المنتظمه اذا كان معامل الاحتكاك الحركي كذا بربع. الميم كاف بيساوي ربع. يبقى هنا هنحط مقاومه ولا نحط احتكاك حركي؟ لا احط احتكاك حركي، ميم كاف ري. طيب هتقوم جاي ليه؟ طب سهله، هتقول مع الحركه موجب قاف ناقص عكس الحركه ميم كاف ر بيساوي الكاف ج. يلا يا باشا نعوض، المساله خلصت. ال 37 دي بوحده نيوتن فمظبوطه، لان ده نيوتن تاني لازم من الطرف اليمين يبقى نيوتن. ادي ربع في الر بكام بقى؟ طب ما هي فوق ر تحت كاف د، الطرف ده طرف اتزان، فهتحط مكان ر ديت كف د، تشيلها وتحط مكانها كف د. والكاف ب 10، فتقول 10 في 9 و8 من 10 بيساوي الكاف اللي هي 10 في الجيم. طيب كل حاجه مظبوطه، طلع لي الجيم. طلع لك تقريبا 1.25. صح؟ مظبوط يا كبير. ماشي. انا بقول لك انت والله انا. طيب تعال نشوف بعد كده. بيقول لك اثرت قوه على جسيم، على جسم ساكن، يعني جسيم جسم اي حاجه ساكن كتلته كذا، فاكسبته عجله كذا. حلو. ماشي. يعني دي الكتله
ودي العجله، يبقى ده نيوتن تاني. فحركته مسافه ف، فدي الف. ماشي. في اتجاه، فاذا كان الشغل المبذول بوسط هذه القوه بيساوي كذا، اوجد المسافه. مبدا شغل بص، مساله بتقول لك انا مبدا شغل وطاقه، لان بيكلمك عن قوه وشغل. تمام. فتيجي تقول ايه؟ عايز المسافه، او حتى لا، ده انت هنا ممكن، لا مش مبدا شغل وطاقه، لان انت مش هتحتاج مبدا شغل وطاقه. اقول لك دلوقتي هتعمل ايه. بص، انت اولا الشغل هيساوي ايه؟ هيساوي القوه في الازاحه. صعب الكلام. تعال نشوف، احنا ممكن اصلا ممكن المعلومات اللي فوق دي كلها ما نستخدمهاش على فكره. يعني انا في دماغي ان هي مبدا شغل وطاقه عشان أنا حليتها في 23 احتجت للكلام دوت. مين اللي بيسال؟ هل اتسجلت؟ ان شاء الله اتسجلت يعني. طيب، تعالى واحده واحده. دي كده بكام يا شباب؟ 350 في كام؟ في، بس خلي بالك دي لازم تظبطها. عارفين اللي لازم تظبطوها؟ ها، لان الوحده دي مش الوحده الكبيره، فتضربها في 9.8 من 10 عشان تبقى نيوتن في متر اللي هي جول. فكده الشغل اتظبط. القوه معاك؟ مش معاك. المسافه معاك؟ ها، مش معاك. لا القوه معاك ولا المسافه معاك. بس خلي بالك، مش ده نيوتن تاني برضو؟ يعني القوه بتساوي الايه؟ الكاف في الجي. طب ما القوه هتساوي الكتله بكام؟ ب 1000. في العجله بكام؟ 7 من 10. صح؟ ما هو مديك دول، مديك كتله وعجله عشان تطلع منهم القوه. فيبقى القاف بكام؟ ب 70 نيوتن. يبقى شيل اللي حط مكانها 70. المساله خلصت. اقسم ده على ده، خلص المساله. دي هتبقى 5. اضرب لي 5 في 9.8 من 10. 49. 49. طيب تعال نشوف المساله اللي بعد كده. بيقول لك يوجد القوه الافقيه التي تشد بها قاطره كتلتها كذا، يبقى دي كتلتها، لتزيد سرعتها، يبقى دي العين واحد. اه خلي بالك، استنى بس، لا دي العين اتنين. بيقول لك انا فكرت من، يعني لو قال لك تزيد سرعتها من الى خلاص، بس بيقول لك لتزيد سرعتها الى، يبقى دي عين اتنين. يبقى العين واحد كانت بكام؟ كانت بصفر. تمام كده. طيب، بعد ان قطعت مسافه، يبقى الف 1 كيلو يعني 1000 متر. طيب واحده واحده، دي بتقول لك انا ببدا شغل وطاقه. يبقى انت عندك هنا ايه؟ بس هل ايه؟ بيقول لك خلي بالك في مقاومه. بيقول لك اذا كانت المقاومه تساوي 4 سكر كيلو جرام لكل طن، يبقى خلي بالك دي المقاومه لكل طن. يبقى المقاومه الكليه تعرف تحسبها لي؟ اه هتبقى 4 في عدد الاطنان. 4 في 180. صح؟ 180 و180 يبقى 360. 28. 720 720. 720. 720 ثقل كيلو جرام. دي مبدأ شغل طاقة. تمام. بص يا باشا، هتقول عندك القوة، ادي الجسم هو بيتحرك كده قاف وكده الميم. القوة هي مش قاف بس، قاف ناقص ميم. انت بتقول القوة الكلية في الف بيساوي طه 2 ناقص طه 1. صح كده؟ طب طه 2 اصلا بقيمة نص كاف في عين 2 تربيع، لكن طه 1 بصفر لان العين 1 بصفر. فطه 1 دي هتقول لي بصفر، فناقص صفر. خلاص ما تكتبش، او ناقص صفر. القاف دي اللي انت عايزها، في ناقص قصدي 720. بس اوعى تنسى، ادام شغال نيوتن تاني، مبدأ شغل وطاقة، يعني سرعة متغيرة. اي حاجة في سرعة متغيرة لازم تبقى القوة بالنيوتن. طيب في الف اللي هي 100 متر، بيساوي ادي النص في الكتلة اللي هي 18. حط الكتلة بكام؟ اللهم صل على حضرة النبي. 180. الكتلة كانت 180، وحط جنبها ثلاث اصفار عشان تضربها في ايه؟ تخليها يعني بالكيلو جرام. في السرعة اللي هي 18. بص، ال 18 دي في 5 على 18، بس الكل تربيع، فما تقدر تطير دي مع دي تقول 5 تربيع على طول. حد يحسب لي كده القاف من المعادله دي؟ بس هتطلع لك الاول بالنيوتن تاني. 9306. دي نيوتن ولا ايه؟ اه نيوتن نيوتن. مش 9306؟ وست. اكيد في شويه على حبشتكنات. اه ما سيبك منه. على على ايه؟ 9 9.8 من 10. تديك ألف ماشي. 949.6. حلو. بص برضه دي المسائل اللي انا كنت بقول لك حلها اول ما تخش، اللي هي دي جسيم. بص يا جدعان، هو في العموم انت الديناميكا هي اللي سريعه، مع شويه الحاجات اللي انت حافظها سهله من الاستاتيكا. من الاخر بقى، الديناميكا سريعه في الحل مع شويه حاجات انت حافظها سهله في الاستاتيكا. يعني مثلا اخش ادور على ايه عشان ما حضرتش الاول خالص؟ على عزوم.
لا العزوم يعني في مساله عزوم جت 3 دي سهله، في مساله عزوم انت حافظها مثلا بقالها كذا سنه بتيجي بتاعت شبه منحرف، في مساله عزوم اللي هي بتاعت ال 3 دي، في الازدواج جه عليه مسالتين سهلين. ففي مسائل فيها 4 مسائل بتوع مركز الخمس مسائل بتوع مركز ثقل بيتكرروا كل سنه ما بيتغيروش، وهتلاقيهم في مراجعه ليله الامتحان. تمام. طيب تعال بقول تمام. لك شوف كده، بقول لك جسيم يتحرك خط مستقيم مش عارف ايه مبتدأ من السكون، العين الاولانيه بصفر، واول زمن بكام على طول؟ بصفر. خلاص كده. طيب بيقول لك مديك دي الجيم، بيقول لك اوجد اقصى سرعه يتحرك بها هذا الجسم. طب حلو قوي. اولا انا معايا الجيم كده، طب لو عايز اجيب العين اعمل ايه؟ اكامل. صح. مين اللي بعت مسج؟ الف. يا ابني مش خلاص اصبر هحلها تشوف هي الف ولا لا. ده انت رزيل بقى. مين ده؟ اه ماشي. حلو. بص هو الحد. هتقول ايه؟ 8 نون كملت ناقص هنا زود يبقى 2 على 3 نون تربيع. في مشكلة؟ طيب تعمل ايه؟ ها، زائد ثابت خلي بالك، بس ده صفر وصفر خلاص يبقى الثابت بصفر. انا ما بشتغلش تكامل محدد يا شباب، انا ما بشتغلش تكامل محدد، بشتغل تكامل عادي. طب هو عايز ايه بقى؟ يقول لك اوجد اقصى سرعة، يعني عايز العين. طب كلمة أقصى سرعة قلنا الجيم بصفر، لكن أقصى إزاحة يبقى العين هي اللي بصفر. فهتمسك معادلة الجيم تحط دي إيه؟ بصفر. فهتبقى 8 ناقص 2 نون تربيع بيساوي صفر. حلها تطلع لك النون بتساوي كام؟ 4 موجب 4 سالب. لا اطلع لك 2 مش 4 معلش، عشان أنت هتاخد الجذر. اتنين اه. ماشي، فهطلع لك 2 موجب و2 سالب، فخد الموجب طبعا. امسك الاثنين عوض بقى هنا، فتحط دي هنا 2 ودي هنا 2 تربيع. قول لي بقى الناتج بكام يلا؟ ألف. في ناس بتقول لي ألف. هل ألف؟ يا جدعان بطلوا فكرة الحل الأوسط والكلام ده بالله عليكم. ها. هندسة معلش، ينفع اتفضل. تقول لنا ما نبدأش بإيه؟ يعني معنى لو في مسألة قصادنا لقيناها نبعد عنها انت خالص خالص ونسيبها في الآخر. وانا بحل كده، انت شايف ما نبداش بايه؟ الدماغ كلها. الديناميكا كلها. انت المفروض تستنتج من وانا بحل، ما انا سبت يا حبيبي اهو مسائل. يعني بص مثلا انا سبت المسائل دي احلها في فيديو تالت، يعني هفصل ناخد ريست واحلها في فيديو تالت. بص في يا حبيبي مسائل مثلا زي دي، دي مثلا مركز ثقل يعني هي سريعه برضو بس إيه يعني مثلا هتطول شويه. في مثلا في مساله اهي اللي هي بتتحل حالتين برضو دي. في مثلا مساله دي سلم وفيها حسابات كتير هتطول سبتها. مش انت شايف يا ابني انا بحل بايه وايه اللي بدات بيه واللي ما بداتش بيه؟ اهي. دي مثلا مسألة برضو مفصل بس طويلة شوية، مايل وبتاع وحوارات. دي مسألة سهلة. فانت اللي شايف اهو من رؤيتك انت ومن حلك انت شايف اللي بياخد معاك حل سريع واللي بيطول. دي مسألة فيها حالتين ما سبتها، يعني سبت بتاع حوالي 8 مسائل. المسائل في الاول دي كلها بتطول، يعني بص في مسألة في الاول يعني بص دي مسألة بتخلص في حالة واحدة، لكن في مسألة تانية دي حالتين فهتطول. واصل لك؟ انت بقى تقعد تمسك الامتحان هتشوف ايه اللي اتحل معاك سريع، وهي واضح يعني حتى من الفيديو اهو باين يعني انا ايه اللي حلته. انا هسيب المسائل السريعه. بص المسائل السريعه انا هصور المحاضره دي على ايه؟ على 3 مرات. تمام. المسائل يعني 3 اجزاء، الجزء الاول مسائل حلتها بطيئه، والجزء الاخير مسائل حلتها بطيئه، والمسائل السريعه حلتها في الجزء اللي في النص. في مشكله كده؟ عشان انظمها لك حتى اهو. يعني المسائل اللي هي بتاعت التكامل التفاضل التكامل دي سهله. مسائل الكور ال4 مسائل بتوع الكور اللي بتخبط وترد دي سهله، والكور اللي بتخبط وترد سهله. وصل لك؟ برضو ممكن اعمل لكم برضو ايه يعني محاضرة تانية تكون اونلاين اقول لكم في تبدأ بايه فيها، يعني بس مش هنحل بقى، هنمسك امتحان مثلا عادي اقول لك يعني دي تبدأ بيها لكن دي ما تبدأش بيها، دي تحل بسرعة لكن دي ما تحلش ماشي بسرعة. تمام. ماشي. طيب انا حتى ماشي على النظام ده دلوقتي، يعني انا دلوقتي ما بحلش الامتحان بالترتيب قوي يعني. ماشي حد بس يقول لي كده يلا، حد عوض هنا باتنين يا جدعان. الحل بكام؟ ها. عملتها كذا مرة طلعت ب29 وحاجة مش عارفة. وانا كمان طلعت ست معاك 29. خلاص هندسة هو التكامل غلط. احنا وانا كملنا بقول برضه غلط. التكامل ده في حاجه بس أنا مش شايف. ماشي. هو 8 نون بس مش اه 8 نون اه تربيع. استنى صح صح، لا ما هي 8 نون يا جدعان، ده دي الاتنين بتاعت التعويضة. انتوا كتبتوا 8 نون تربيع. انا ودي هندسة هتبقى نون تكعيب مش هندسة نون انا بحب تربيع. اقسم على التلاته ومطلع اه فوق دي اس تلاتة دي اتنين. تلاتة يبقى انا كده غلطت هنا بص. انا كده غلطان في دي، عشان بس بحل بسرعة ومركز معاكم فغلطت في دي. ها.
هي 8 نون ناقص 2 على 3 جاب نون 10 أس تكعيب. 6 ماشي هي 10.6 10.6. عادي. ماشي. بص